السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب تانية ثانوي. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع الجزء الثالث من المراجعة النهائية. هنراجع الأسئلة المقالية، وإن شاء الله زي ما قلنا اللي عايز الملزمة هياخدها مني على الرقم ده 010 62 91 053 8. الملزمة مجانية والحجز أونلاين على نفس الرقم إن شاء الله. هنا مستر في البداية بيقول لي إذا كانت دالة س بتساوي س أس 2 زائد 6 وراء س بتساوي 3 س، حدد قيم س التي تجعل دالة ده ايه ده يا مستر؟ ده التركيب دالة التركيب للسين بتساوي 42. دالة التركيب دي اعملها ازاي يا مستر؟ هو دلوقتي بيقول لي دالة س بتساوي س أس 2 زائد 6 وراء س بتساوي 3 س. لما تلاقيه عامل لك كده دالة التركيب لراء س، ده معناه ان انت تروح تكتب لي دالة ر س. دالة ايه؟ ر س. طب انا الاول لازم اكون عندي عارف ر س بتساوي ايه. طيب يا مستر، ر س هو مديها لك هنا ب3 س، يبقى ر س بتساوي 3 ايه؟ س. يبقى احنا كده هنجيب دالة 3 س. دالة 3 ايه؟ س اللي هي بتساوي، اخد دالة س اللي هي س أس 2 زائد 6 وعوض فيها، هتشيل السين وتكتب مكانها 3 س، فتبقى 3 س. بس السين هنا س أس 2 تبقى 3 س أس 2 زائد 6. ثانية كده يا مستر، هو هنا كان بيقول لي د تركيب ر س بتساوي 42، يبقى سوي لي كده المقدار ده ب 42. جميل، يلا حل بقى. 3 أس 2 ب9 وده س أس 2 زائد 6 بتساوي 42، واديلي الستة بعكس الإشارة تبقى سالب 6. يبقى 9 س أس 2 بتساوي 42 ناقص 6 يبقى 36. كلام جميل يا مستر. اقسم لي على 9 يلا. س أس 2 بتساوي 36 على 9. 36 على 9 اللي هي فيها الأربعة، يبقى س أس 2 بتساوي 4. خد الجذر للطرفين يبقى س بتساوي موجب أو سالب 2. تبقى كده اتحلت معاك المسألة. في أفكار تانية على نفس الفكرة. تعالى هنا بيقول لك مثل بيانيا كل مما يلي. دالة س بتساوي س ناقص 2 الكل أس 2 زائد 1. هنا مستر خدنا الخطوات دي في مسائل الاختيار، إن أنا أول حاجة أول ما يقول لك مثل بيانيا بتجيب نقطة المنحنى. طب هنا بيقول لي يا مستر دالة س بتساوي س ناقص 2 الكل أس 2 زائد 1. بجيبها ازاي؟ كنت بقول اللي مع السين في القوس بتعمل فيها ايه؟ بتغير اشارتها اللي هي نقطة المنحنى يا مستر. نقطة المنحنى بتبقى ايه؟ افتح قوس كده، هنا اللي جوه مع السين سالب 2 غيره انت خليه 2. طب اللي بره 1 لا ده زي ما هو. يبقى اللي جوه مع القوس يا مستر اللي جوه مع القوس بغيره، اللي بره هنا بخليه زي ما هو. طيب يا مستر، تروح بقى ترسم مستوى الإحداثيات. تيجي ترسم المستوى عندك اهو، هنرسم مستوى الإحداثيات ونروح نرسم عليه بقى النقطة دي النقطة 2 و1. يعني 2 و1 يعني عند السينات في النقطة 2 وعند الصادات في النقطة 1. يعني النقطة دي هنا كده. تمام. الدالة التربيعية بتترسم ازاي يا مستر؟ بتترسم كده، ويبقى ده رأس المنحنى بتاعها. كلام جميل يا مستر. وهو هنا بقية السؤال بيقول لك ايه؟ وبين المجال والمدى والنوع والاضطراد. كلام جميل. بالنسبة للمجال، هي الدالة التربيعية دي مجالها ح، يبقى مجالها ايه؟ ح. كلام جميل يا مستر. طب بالنسبة للمدى، المدى المدى بتاخده من على محور الصادات. محور الصادات على قصاد الصاد هنا انت عند الواحد وطالع فوق الى ما لا نهايه، يبقى من اول الواحد لحد ما لا نهايه. كلام جميل يا مستر. طب بالنسبه للنوع، اولا الداله عشان تكون زوجيه لازم تكون متماثله حول محور الصادات، عشان تكون فرديه لازم تكون متماثله حول محور الاصل. كلام جميل يا مستر. طب الداله دي ولا متماثله حول محور الصادات ولا متماثله حول نقطه الاصل.
يا مستر، الدالة اللي هي متماثلة حول محور الصادات بتبقى عاملة كده حول محور الصادات الجنبين زي بعض. طيب يا مستر، أما الدالة اللي هي متماثلة حول محور سوري، الدالة اللي هي بتكون متماثلة حول نقطة الأصل زي الدالة التكعيبية كده، دي كده بيبقى اسمها إيه؟ دالة فردية. كلام جميل يا مستر. أما الدالة دي عندي ولا زوجية ولا فردية، أمال الدالة دي مالها يا مستر؟ شد لها كده خط أفقي عليها كده، قطع الدايرة في نقطتين، قطع الرسمة بتاعتي في نقطتين، يبقى كده برضو الدالة ليست أحادية، عشان الدالة الأحادية هتقطع عندنا هنا في نقطة واحدة بس. كلام جميل يا مستر. خش لي على الرسمة اللي بعدها. الرسمة عندك أهي الرسمة عندك أهي، ليست زوجية وليست فردية وليست أحادية. نسينا نجيب الاضطراد بتاعها. تيجي هنا كده من عند الرسمة بتنزل يبقى تناقصية منين؟ هنا كده من سالب ما لا نهاية، لأن دي كده مكملة للآخر، من سالب ما لا نهاية لحد على قصاد الاتنين. يبقى الدالة دي كده يا مستر تناقصية من سالب ما لا نهاية للاتنين، تيجي من عند الاتنين تبدأ تزيد إلى ما لا نهاية، يبقى من على قصاد الاتنين في السينات إلى ما لا نهاية تزايدية من 2 لما لا نهاية. طيب يا مستر، يلا بينا نخش على المسألة اللي بعدين. نفس الكلام هنا، بيقول لي يا مستر دالة س بتساوي سالب س أس 2. احنا اتفقنا أول حاجة عشان أجيبها لازم أجيب نقطة المنحنى أو رأس المنحنى. كنت بقول لك نقطة رأس المنحنى بتاخد اللي مع السين تغير إشارته. طب وهنا في قوس أصلا؟ لا، فأنت بتعمل لها أنت قوس بقى، يعني أنت تخليها مثلا كده، افتح القوس وخليها س زائد صفر، الصفر مغيرش حاجة، أس 2 زائد 1. طب كده يا مستر الصفر اللي جوه هتغير اشارته، الصفر مالهوش لا سالب ولا موجب، فيبقى نقطة رأس المنحنى عندك هنا صفر، واللي بره ما بنغيرش اشارته. كده جبت نقطة رأس المنحنى، النقطة 0 و1 اهي، اللي هي دي كده يا مستر. جميل. طيب نقطة رأس المنحنى اهي، روح هات لي يلا المجال. الدالة التربيعية قلت لك مجالها ح، لأن هي من هنا رايحة لما لا نهاية، ومن هنا مكملة برضه لحد ما لا نهاية، مجالها ح. طب المدى، واخد عندك المدى بجيبه من على محور الصادات، واخد من أول الواحد ونازل إلى ما لا نهاية. طيب النوع، النوع هنا مستر زوجية، لأن أنا كنت بقول لك زوجية يعني متماثلة حول محور الصادات. يعني إيه متماثلة حول محور الصادات؟ يعني أجي على محور الصادات ده هلاقي الرسمة في الجزء اليمين زي الجزء الشمال بالظبط، يبقى زوجية. ليست فردية عشان الفردية يا مستر بتكون متماثلة حول محور الأصل، حول نقطة الأصل زي دي كده. تمام كده؟ طيب يا مستر تعالى يعني في نقطة الأصل، يعني بتيجي عند نقطة الأصل هنا في الجنب ده زي في الجنب ده زي في الجنب ده زي في الجنب ده. طيب يا مستر تعالى نروح نكمل بقية السؤال. طب التزايدية والتناقصية، أنت بتمسك الرسمة من على الشمال وتيجي من هنا أهو بتزيد، ده كده يعتبر ما لا نهاية لأن الخط ده بيبقى كامل للآخر. عمالة تزيد الرسمة، تزيد يبقى تزايدية لحد على قصاد الصفر، محدش يقول لي 1. انت بتجيب التزايديه التناقصيه من على محور السينات، هي فضلت تزيد لحد هنا هتبدا تقل، هنا على قصاد ايه؟ على قصاد الصفر. يبقى كده اصبحت الرسمه تزايديه من سالب ما لا نهايه للصفر. طب تناقصيه بقى عشان بدات تقل من اول الصفر لحد ما لا نهايه. طيب تعال نكمل السؤال اللي بعده. نفس الرسمه بس ده داله تكعيبيه. التكعيبيه يا مستر نفس الفكرة في نقطة المنحنى، اللي مع السين جوه خده لي بعكس الإشارة يبقى 1، واللي بره خده زي ما هو. كلام جميل. يبقى نقطة رأس المنحنى 1 و2. هقوم جاي راسم مستوى الإحداثي بتاعي وجاي عند على قصاد النقطة 1 و2 وحاطط نقطة كده. لو أنت عندك مثلا هنا على مستوى الإحداث النقطة دي 1 والنقطة دي 2، جاي على قصادهم هنا كده وعامل نقطة، خلي بالك، واقوم عامل رسم دالة تكعيبية، رسم دالة تكعيبية. الدالة التكعيبية اهي تعتبر ان انت عندك هنا كده عند النقطة دي بقى في مستوى احداثي جديد وهمي، وتعمل عليه الدالة التكعيبية بتاعتك. كده مستر بالنسبة لمحور السينات والصادات القديم
الرسمه القديمه اللي هي السوداء مستوى الاحداث الاسود، هي متماثله؟ لا مش متماثله طبعا يا مستر، مش متماثله ولا حول محور السينات ولا مش متماثله ولا حول محور الصادات ولا على نقطه الاصل. كلام جميل، يبقى ليست زوجيه وليست فرديه. عشان تبقى زوجيه او فرديه لازم تكون متماثله، حول محور الصادات يبقى زوجيه، حول نقطه الاصل تبقى فرديه. هنا ليست زوجيه وليست فرديه. طب بالنسبه للمجال، هي الداله التكعيبيه بيبقى مجالها ح ومداها ح، ما دام مش معرفه على جزء معين منها. مثلا نقول لك الداله دي تنتمي للفتره مثلا من -3 ل3 مثلا يعني. طيب كلام جميل يا مستر. قلنا لو ليست زوجيه، الرسمه دي كده ليست زوجيه وليست فرديه. طيب بالنسبه ليها، لو جيت هنا من على الشمال هتلاقيها بتزيد وتفضل تزيد، يبقى هي كلها تزايديه على مجالها ح، من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه. طيب اهي اقول لك الداله ليست زوجيه وليست فرديه، ولكن نسينا نقول هنا الداله دي احاديه. اشمعنى احاديه يا مستر؟ انت لو حطيت اي خط بالعرض كده، دي الرسمه بتاعتك اهي اللي هو الخط الاسود ده، حط لي عليه اي خط بالعرض، اي خط بالعرض، اي خط بالعرض، اي خط بالعرض، كل واحد فيهم كده قطع عندك في نقطة واحدة. قطع في نقطة ايه؟ ده قطع في نقطة واحدة، ده في نقطة واحدة، ده في نقطة واحدة، ده في نقطة واحدة. يبقى الدالة دي كده عندي اسميها دالة احادية. على السؤال اللي بعده، هنا بيقول لي يا مستر دالة س ومديلي دالة تكعيبية. خلي بالك هنا انت ممكن تلفها عادي، هي سالب س أس 3 ناقص س أس 3 تخليها لي سالب س عشان السين سالبة والتلاتة ايه؟ موجبة، دي س تكعيب. طيب يا مستر تقوم جاي بقى واخدها لي في قوس، في قوس هنا في السين معاها حاجه في قوس هنا، لا حط انت القوس بقى، طلع السالب بره وخليها س زائد صفر. الصفر ما بيأثرش في حاجه، حط لي زائد 3 بره علشان تمثل الداله. يقول لك مثل الداله دي بيانيا وحدد لي نوعها والاضطراد والكلام ده كله. لازم تروح تجيب نقطه المنحنى، قول يلا نقطه المنحنى يا مستر، خلاص فهمتها، اللي مع السين في القوس هنا في تكعيب، اللي مع السين في القوس بغير اشارته، بس الصفر موجب زي سالب عنده، ما عندوش اصلا موجب وسالب، الثلاثه تنزل زي ما هي اللي بره القوس ده ما بغيرش اشارته. واروح جاي يا مستر راسم مستوى الاحداثي بتاعي. النقطه عندي 0 و3، النقطه دي 0، الثلاثه هنا مثلا كده واقوم جاي راسم داله تكعيبيه. داله ايه؟ تكعيبيه. بس في حته هنا، انا عارف ان الداله التكعيبيه بتترسم كده، دي كده دالة تكعيبية. طيب يا مستر، طب لو السين في قدام منها سالب ترسمها العكس. ازاي يعني يا مستر العكس؟ كده، بدل ما انت جبتها من هنا كده، لا هجيبها العكس من هنا كده. يا مستر، يبقى انا كده بقى عندي هنا من النقطة دي يعتبر هنا ان في مستوى احداثي جديد عند النقطة بتاعتك، وتقوم راسم عليه الدالة معكوسة. بدل ما تجيبها كده لا هتجيبها كده عشان عندك سالب. كذلك الدالة التربيعية، الدالة التربيعية أنا عارف إنها رسمتها بتبقى عاملة كده، لو في سالب عند السين اقلبها. كذلك دالة المقياس، عارف دالة المقياس عاملة كده، لو في سالب عند السين زي ده كده أقوم قلبها. كلام جميل يا مستر. طب تعالى يلا نروح على الدالة ونجيب النوع والمجال والمدى. بالنسبة للمجال، دالة تكعيبية مجالها ح ومداها ح. جميل يا مستر. طب النوع، هل هي متماثلة حول محور الصادات؟ يعني في الجنبين من محور الصادات زي بعض؟ لا، ده الجنب ده طالع لفوق والجنب ده نازل لتحت، كده ليست زوجية. طب هي فردية؟ هل هي متماثلة حول نقطة الأصل؟ يعني لو حطيت صبعك كده عند نقطة الأصل يمينها يعني متماثلة حواليه الرسمة فوق زي تحت كده؟ لا يا مستر، ده عند نقطة الأصل الرسمة مختلفة خالص حوالين نقطة الأصل، يبقى الدالة دي ليست فردية. طب بالنسبة للأحادية، شد لي كده خط عليها يا مستر بالعرض كده. كله قطع في نقطة واحدة، أي خط من دول ما دام قطع في نقطة واحدة يبقى الدالة دي يا مستر دالة أحادية. دالة إيه؟ أحادية. طب بالنسبة ليه تزايدية ولا تناقصية ولا هي إيه؟ الدالة دي يا مستر تناقصية.
ليه؟ تعالى من على الشمال وامشي مع الرسمه عمال تنزل تنزل تنزل, تنزل كلها نازله، يبقى تناقصيه على مجالها ح. طيب يا مستر يلا نخش على السؤال اللي بعده. السؤال رقم 6 هنا بيقول لك مدي لك داله مقياس، قلت لك اول حاجه لازم تروح تطلع لي النقطه، لازم تروح تطلع لي ايه؟ النقطه. كلام جميل يا مستر. اللي مع السين جوه ده ايه؟ -1، خليه لي 1. اللي بره اشارته ما بتتغيرش -2، خليه -2. واروح احط النقطه بتاعتي عند 1 و2، ده كده الواحد. رسمت ادي النقطه بتاعتي. اجي من عندها بقى ارسم داله المقياس بتاعتي. داله المقياس بتبقى عامله كده. كده عرفنا مع بعض رسمه داله المقياس بتبقى عامله ازاي. دي 7 عدله. الداله التربيعيه بتكون عامله كده، الداله التكعيبيه بتكون عامله كده. طبعا اي واحده تيجي عندها سالب اعكس على طول. هنا مفيش سالب فانا رسمت الرسمه عدله لفوق. هي دي متماثله حول محور الصادات؟ لا، ده محور الصادات اهو. مش متماثله حول محور الصادات. متماثله حول نقطه الاصل؟ لا. تبقى كده ليست زوجيه وليست فرديه. طب بالنسبه للمجال، المجال هنا سالب ما لا نهايه. خلي بالك دي بتبقى ماشيه للاخر زي كل رسمه، ودي بتبقى ماشيه للاخر، يبقى مجالها ح. طيب المدى هنا تحت من عند -2 مفيش حاجه، مفيش اي رسم هنا من على الصادات، مش المدى بجيبه من على الصادات، واخد من -2 وطالع فوق، يبقى المدى من -2 لما لا نهايه. يبقى انا عندي المدى من -2 لما لا نهايه، والمجال ح. النوع قلنا ليست زوجيه وليست فرديه. طب هل هي احاديه؟ تعالى شد لي كده اختبار كده بالعرض، قطع في نقطتين. قطع في ايه؟ نقطتين. نفس الاختبار اللي انا شديته بالعرض كده اللي هو بشكل افقي طلع لي نقطتين يبقى ليست احاديه. طب هي تزايديه ولا تناقصيه؟ امسك لي الرسمه يلا شوفها بتنزل من على الشمال، بتنزل 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 بتنزل، تبقى تناقصيه لحد فين؟ لحد هنا هتبدا تزيد. هنا ده اللي هو على قصاد الواحد، يبقى تناقصيه من سالب ما لا نهايه لواحد، من سالب ما لا نهايه لواحد. طب تزايديه عندك من عند النقطه دي على قصاد الواحد هنا كده بدات تزيد معاك، يبقى تزايديه من 1 إلى ما لا نهايه. كلام جميل يا مستر. خش على المساله اللي بعدها. داله كسريه. كده احنا عرفنا الداله التكعيبيه والتربيعيه وداله المقياس. هنا الداله الكسريه نفس الكلام. السين هنا بتبقى في المقام، بدل بقى ما بتقول اللي مع السين في القوس، اللي مع السين في المقام. اللي مع السين في المقام هنا موجب 1، فانت تاخده لي في نقطه راس المنحنى -1. اللي بره 2 خده 2، يبقى انت عندك -1 و2. تقوم رايح جاي راسم المستوى الاحداثي بتاعك النقطه -1 و2 اللي هي هنا. ادي -1 وادي النقطه 2 على قصادها اهي. ادي النقطه بتاعتك. خلي بالك عندك هنا قلت لك بقى بترسم عند النقطه دي مستوى احداثي جديد وهمي كده ان هو ده اللي هتعمل حواليه التماثل. الداله التكعيبيه يا مستر بتكون عامله كده. حاول لو نقطه التماثل هنا وتجيبها عامله كده. طب لو كان قدام السين سالب بتعكسها، بتخليها تيجي من هنا كده، تيجي عامله كده، ومن هنا كده تقوم جايه عامله كده. طيب يا مستر ده بالنسبه لو السين سالبه بتكون الرسمه شكل بالمنظر ده، لو السين موجبه بتكون الرسمه بالمنظر ده كده. الرسمه دي السين قدامها سالب وهنا السين موجبه. طيب يا مستر تعال نروح نكمل يلا. حطيت المستوى بتاعك عند النقطه -1 و2، روح ارسم السين عندك موجبه، يبقى ترسم لي ده اللي عامله كده. كلام جميل يا مستر. اترسمت هي ولا متماثله، ده محور الصادات اهو، مش متماثله حول محور الصادات يبقى ليست زوجيه. نقطه الاصل هي، انا ماليش دعوه بالنقطه اللي انا راسمها دي، نقطه الاصل الاساسيه. الرسمه مش متماثله، ده في جنب واحد منها اصلا، مش متماثله حول نقطه الاصل، ليست فرديه. هنا خلي بالك لو شديت خط افقي
هيلمس في نقطة واحدة. لو شدته هنا كده اهو هيلمس معاك في نقطة واحدة، شدته هنا ده لمس في نقطة، ده لمس في نقطة. بالنسبة لدي محدش يقول لي ده هتفضل ماشية معاه بالعرض، لا، محدش يقول لك لا ده هتمشي كده وهتقطع في نقطة واحدة برضه. يبقى الدالة دي ما دام رسمت الخط اللي بالعرض وجت معاك قطعت في نقطة واحدة يبقى اسمها دالة أحادية. كلام جميل. طب الاضطراد هي تناقصية ولا تزايدية؟ تعال بقى نشتغل على الرسمة اللي ما باظتش دي. تيجي هنا من الجنب الشمال عمالة تنقص 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 تنقص. يبقى تناقصية من سالب ما لا نهاية، وعند النقطة اللي هي السالب واحد بتاعت السينات انتهت كده. يبقى من سالب واحد من سالب ما لا نهاية لسالب واحد دالة تناقصية. دالة ايه؟ تناقصية. طب بالنسبة للجزء الثاني هتيجي برضه يا مستر من على الشمال هنا من عند السالب واحد لحد ما لا نهاية برضه دالة ايه؟ تناقصية. لأنك هتيجي من هنا برضه دي بتقل دي بتقل ودي بتقل، يبقى تقول له تناقصية على مجالها من سالب ما لا نهاية لسالب واحد مفتوح ومن سالب واحد مفتوح لما لا نهاية. يا مستر طب ما أنا خدتها كلها. خلاص يا سيدي قول له تناقصية على مجالها ح، بس إيه فرق السالب واحد، مش السالب واحد بيبقى مفتوح. كلام جميل يا مستر. خش لنا على السؤال اللي بعده. دالة تكعيبية برضو. تمام. قلنا اللي مع السين ماله؟ اللي مع السين بغير إشارته، هخليه سالب 2. المسألة دي. طب اللي مش مع السين بنزله زي هو أصلا مفيش حاجة هنا مع السين. المفروض الدالة الكسرية تبقى عاملة كده مثلا سالب 1 على س زائد 2 في هنا زائد 1 مثلا. ما هو مفيش حاجة هنا، هنا كده مفيش حاجة. يبقى أحط 0. كلام جميل يا مستر. طب تعالى بقى روح ارسم لي المستوى الإحداثي بتاعك. أدا مستوى الإحداثي. النقطة عندك سالب 2 و0 اللي هي دي كده يا مستر، سالب 2 و0. السالب 2 اهي والصفر على القصاد دي كده يا مستر. طيب روح ارسم لي عندها مستوى إحداثي جديد عشان تروح ترسم لي الرسمة بتاعتك. يلا بينا نروح نرسم من هنا. لا، لو رحت رسمت من هنا كده الرسمة بتاعتك يبقى انت عندك كده مشكلة. ايه المشكلة يا مستر؟ ان دي كده يا مستر دالة يكون السين بتاعها موجب، بس السين هنا سالب. ده السالب فوق، ما هو الكسر السالب فيه بيتحط فوق، وانا قايل لك لما يبقى سالب بتعكس. لما يبقى سالب بتعمل ايه؟ بتعكس. فبدل ما انا هرسم من هنا ومن هنا هرسمها كده. بقت دي الدالة بتاعتي يا مستر. وهنا برضو الدالة مجالها ح فرق السالب 2، عشان انا عند النقطة سالب 2 مفيش اي حاجة من الرسمة جت عندي. هنا اهو عند النقطة سالب 2 النقطة اللي هي دي مفيش اي حاجة جت عليها من الدالة اللي انا رسمتها. كلام جميل يا مستر. يبقى هي جت على ح عشان هنا سالب ما لا نهاية، الخط ده قلنا بيمشي للاخر وهنا الخط ده بيمشي من الاخر، يعني واخده من سالب ما لا نهاية والى ما لا نهاية. يبقى ما عدا النقطة سالب 2، ما عدا النقطة سالب 2 دي مش موجودة عندك، يبقى ح فرق السالب 2. طب المدى باخده على محور الصادات، فح لأن هو النقطة دي كده قلنا بتطلع للآخر ودي كده بتنزل للآخر. طيب يا مستر يبقى على المدى ح. طب فرق إيه؟ فرق الصفر، لأن على قصاد النقطة صفر لو مشيت كده الرسمة بتاعتك ما جاتش عليها، الرسمة بتاعتك ما جاتش عليها، يبقى ح فرق الصفر. جميل يا مستر. عموما في الدالة التكعيبية روح خدها لي. المجال ح فرق السين اللي هي هنا يبقى ح فرق السالب 2. المدى ح فرق الصفر اللي هو هنا. طيب الدالة التكعيبية ولا متماثلة حول محور الصادات ولا متماثلة حول نقطة الأصل، يبقى ليست زوجية وليست فردية. الدالة التكعيبية بتكون أحادية. خلاص بقى من غير انت ما ترسم ومن غير ما تشد الاختبار بتاعك اللي هو ده اللي هو بتقطع في نقطة واحدة. يبقى كده الدالة دي دالة أحادية. تعال خش لي على الرسمة اللي بعديها. هنا مستر بيقول لي ايه؟
دالة ده مش جاية معايا ولا أحادية ولا مش جاية معايا ولا دالة تربيعية ولا كسرية ولا هي نظامها إيه بالظبط في الجذر اللي هي جواها ده. أنا هقول لك أنا روح ارسم لي بيقول لك دالة س وعامل لك جذر س أس 2 ناقص 8 س زائد 16. ركز معايا كده في الحتة دي. انت لو خدت جذر الاول اللي هو س تربيع هيدي لك س في جذر الاخير جذر ال 16 4 في 2 الاثنين دي ثابته باخد جذر الاول في جذر الاخير في 2 هيساوي 2 في 4 ب 8 يبقى 8 س. ما دام اداك الحد اللي في النص بتاخدها كوس تربيع. طبعا الكلام ده عارفينه من الاعداد بس بنعيده برضو عشان زمايلنا اللي فايتهم اي حاجه او اللي نسوا. يبقى هاخد الجذر عندي كده يا مستر افتح قوس تربيع خد جذر الاول س جذر الاخير 4 وحط الناقص في النص أس 2. كلام جميل يا مستر. الجذر هيضيع مع التربيع بس لما تيجي تضيع التربيع اللي جوه الجذر لازم تروح تحطها في قيمه مطلقه. لازم تروح تحطها في قيمه ايه مطلقه. خد لي س ناقص 4 في قيمه مطلقه. كلام جميل يا مستر. بقت دالة مقياس. بقت دالة ايه مقياس. قلت باخد اللي مع السين واغير اشارته عشان اجيب نقطة المنحنى. يبقى نقطة المنحنى عندك ادي 4 اللي بره مش مع السين خده 0 يبقى 4 و0. كلام جميل يا مستر. روح بقى ارسم لي مستوى الاحداثيات. فين النقطة 4 على محور السينات الأربعة والصفر هنا كده. طيب يا مستر ادي النقطة دي دالة المقياس. باجي من عند النقطة اللي أنا راسمها وأعمل 7 وأقوم جاي عامل 7 كده. ده لما تكون السين إيه؟ موجبة. لما تكون السين هنا زي ما طلعناها موجبة. لو جواها لو بره سالب كده يبقى أعمل نفس دالة المقياس بس أعملها لتحت. طيب دلوقتي هي دي متماثلة حول محور الصادات؟ لا يبقى ليست زوجية. طب هي متماثلة حول نقطة الأصل؟ برضه لا يبقى ليست فردية. طب شد لي اختبار الخط الأفقي. شد لي اختبار الخط الأفقي كده يا مستر. قطع في نقطتين. قطع في إيه؟ في نقطتين يبقى ليست أحادية. جميل يا مستر. فاضل لي المجال والمدى. مجالها ح. طب المدى خده من أول هنا الرسمة مرسومة من أول على قصاد الصفر. المدى بجيبه من على محور الصادات من أول الأربعة وأنت طالع كده إلى ما لا نهاية. كلام جميل يا مستر. بالاختصار كده انت عندك دلت بالنسبة للمجال والمدى. الدالة التربيعية دايما مجالها ح. دايما مجالها ايه ح ما دام مش معرفة على مجموعة جزيئية. جميل. طيب الدالة التكعيبية. الدالة التكعيبية دايما مداها ح ومجالها ح ما لم تكن معرفة على مجموعة جزيئية منه. طيب يا مستر فاضل لك الدالة الكسرية. بص انا هرسمهم لك كلهم على السبورة هنا. هنا مستر دي دالة تربيعية بتكون عاملة كده بس حول النقطة دي وليكن هي ايه س تربيع معهاش حاجة اللي هي نقطة 0 و0 ولا في حاجة جوه القوس ولا حاجة بره. طب الدالة التكعيبية اللي هي تبقى س أس 3 اللي هي مفيش حاجة معاها برضه ولا في قوس ولا بره عند 0 و0 اهي تكون عاملة كده. جميل. طب يا مستر الدالة الكسرية اللي هي 1 على س بتكون عاملة كده. كلام جميل يا مستر. فاضل لك دالة المقياس اللي هي س داخل المقياس بتكون عاملة كده. طيب رسمنا الأربع رسومات. بص كده هنا في التربيعية المجال دايما ح. تمام. التكعيبية المجال ح والمدى ح. هنا المجال ح فرق الصفر والمدى ح فرق الصفر. هنا مستر المجال دايما ح لأنها ماشية معاك الرسمة مكملة والمدى بتاخده من الصفر إلى ما لا نهاية. هنا بيقول لي اوجد مجموعة الحل. 2 س ناقص 3 بتساوي 7. كلام جميل يا مستر. هنعمل ايه هنا؟ دي دالة مقياس. ده مقياس او بمعنى صح قيمة مطلقة. القيمة المطلقة يا مستر
القيمة المطلقة للسالب 3 هيها القيمة المطلقة لإيه؟ لل3. فلما بيكون عندك قيمة مطلقة حلها معادلة عادي. حلها معادلة إيه؟ عادي. بس الأول خد لي اللي جوه القيمة المطلقة سويه بالصفر. اكتب لي كده 2 س ناقص 3 بتساوي صفر. يبقى 2 س بتساوي 3. خدت التلاتة سالب 3 وديتها بعكس الإشارة. يبقى السين بتساوي اقسم 3 على 2. وتقوم قاسم مسألتك نصين. لأن السين ممكن تكون موجبة وممكن تكون سالبة. وتقول له عند س مرة أكبر من 3 على 2 ومرة عند السين أصغر من 3 على 2. كلام جميل يا مستر. وامسك بقى دالة المقياس اللي عندك. عند س أكبر من 3 على 2 2 س ناقص 3 اللي هي السين هتطلع فيها موجبة. اللي هي السين هتطلع فيها إيه؟ موجبة ب7. وتاخدها لي مرة هنا لما السين تكون أصغر. 2 س ناقص 3 بتساوي -7. وبقت معادلة عادية من بتاعة أولى إعدادي. حلها يلا. ودي لي -3 بعكس الإشارة هنا كده بقت موجب 3. يبقى 2 س بتساوي 3 و7 10. يبقى السين هتساوي اقسم على الاتنين. اقسم على الاتنين يبقى 10 على الاتنين فيها الخمسة. طب بالنسبة لدي يا مستر بس الأول اتأكد هي تحقق ولا لأ. احنا قلنا س أكبر من 3 على الاتنين. 3 على الاتنين دي اللي هي 1.5 والخمسة أكبر. يبقى دي تحقق. دي تحقق العلاقة بتاعتك. هنا يا مستر ودي لي -3 بعكس الإشارة تبقى موجب 3. يبقى الاتنين س بتساوي 3 وسالب 7 -4. اقسم على الاتنين. هنا على الاتنين وهنا على الاتنين. يبقى السين هتساوي -4 على الاتنين -2. طب يا مستر -2 أصغر فعلا من 3 على الاتنين. يبقى دي كمان إيه؟ تحقق. يبقى عندك يا مستر مجموعة الحل 5 وسالب 2. ولا تقلق يا صديقي كل الأفكار بإذن الله هنتدرب عليها. وإن شاء الله بعد المراجعة دي لو كنت أنت راجعت الجزء الأول والجزء الثاني والجزء الثالث هتخش الامتحان وزي ما اتفقنا هيكون قلبك حديد. هتخش بإذن الله تقفل الامتحان. بس ما تنساش لو كنت أنت استفدت تعمل مشاركة للفيديو عشان زمايلك يستفادوا معاك. واعمل لنا لايك بسيط كده وتعليق منك. لو عندك أي مشكلة في حاجة ما فهمتهاش كلمنا هنتواصل معاك بإذن الله ونفهمك أي حاجة ما فهمتهاش. يلا بينا نروح نكمل. هي بيقول لك أوجد مجموعة حل س زائد 2 بتساوي 3 س ناقص 10. روح خدها لي كده س زائد 2 سويها لي بالصفر. باخد اللي جوه القيمة المطلقة واسويه بالصفر. وادي الاتنين بعكس الإشارة. يبقى س بتساوي -2. كلام جميل. وروح اقسم مسألتك. مرة السين أكبر من أو تساوي -2 ومرة السين أصغر من الاتنين. يبقى تاخدها أكبر من أو تساوي لما في الجزء الموجب اللي هو فيه الجزء الكبير اللي هو السين فيه كبيرة يعني. الجزء التاني لما تقول سين أصغر غير الإشارة. لو كانت دي -2 بتخليها 2. وروح خد لي المسألة يلا. أول مرة اللي هي في السين أكبر من أو تساوي بتكتبها زي ما هي من غير القيمة المطلقة. يبقى س زائد 2 بتساوي 3 س ناقص 10. طب في الجزء الثاني س زائد 2 زي ما هي والجنب الثاني غير إشاراته. هي 3 س تبقى -3 س. هي -10 تبقى موجب 10. كلام جميل يا مستر. وحل عندك معادلتين عادي جدا أهو. وخد لي 3 س حتى هنا تبقى -3 س. والاثنين دي هنا تبقى -2. -3 س وس -2 س بتساوي 10 وسالب 2 -2 وسالب 10 تبقى -12. طيب يا مستر روح اقسم لي هنا على الاثنين وهنا على -2 وهنا على -2. يبقى السين هتساوي -12 على -2 فيها ال6. طيب تعالى هنا كده يا مستر السين أصغر من الاثنين. طب س زائد 2 ودي لي السينات مع بعض. يلا -3 س حتى هنا كده يا مستر تبقى 3 س. موجب 2 حتى هنا تبقى -2. 3 س وس 4 س بتساوي -2 و10 8. روح اقسم على الاثنين على الأربعة. يبقى السين هتساوي معاك 2. هنا بيقول لي س أكبر من أو تساوي -2. فعلا السين طلعت أكبر من. يبقى دي تحقق. أما هنا
كانت السين اصغر من الاثنين. طب هي الاثنين اصغر من الاثنين؟ لا يا مستر، الاثنين مش اصغر من الاثنين. امال اعمل ايه كده يا مستر؟ يبقى هنا يا مستر لا تحقق كده الجزء ده ايه؟ هتقول له لا تحقق. لا ايه؟ تحقق. كلام جميل يا مستر. يبقى مجموعة الحل هنا هتكون الست. في غلطة هنا بس في المسألة، كان المفروض تبقى دي 2 مش -2. هنا بيقول لك اوجد مجموعة الحل في ح، ومديك هنا القيمة الايه؟ المطلقة. احلها ازاي يا مستر؟ روح خد لي كده القوس الاولاني اكتبه زي ما هو، اللي هو 3 س زائد 7، نزلوا لي 3 س زائد 7 بيساوي موجب او سالب، وخد لي الثاني يلا 2 س زائد 3 عشان يكون مره موجب ومره سالب، لان القيمه المطلقه اللي بيخلينا نحط الموجب او السالب ان القيمه اللي جوه القيمه المطلقه طلع بالموجب زي طلع بالسالب، فاحنا بنشتغل على الاحتمالين. فخد لي هنا يلا مره 3 س زائد 7 هتساوي 2 س زائد 3، ودي لي السبعه بعكس الاشاره، ودي لي الاثنين س هنا بعكس الاشاره تبقى -2 س. -2 س. 3 س وسالب 2 س يبقى س بتساوي، ودي لي السبعه هنا بعكس الاشاره تبقى -7. 3 وسالب 7 -4. خلاص يبقى س هنا تساوي -4. طب في الجنب الثاني خدها لي 3 س زائد 7 بتساوي سالب، بقى احنا خدناها هنا مره بالموجب مره هنا بالسالب، غير الاشارات اللي جوه تبقى -2 س ناقص 3. ودي لي السينات عند بعضها، -2 س تروح تبقى 2 س، ودي لي السبعه هنا تبقى -7. يبقى هنا 5 س بتساوي -7 وسالب 3 -10. اقسم على الاثنين يبقى السين هتساوي 10 على الاثنين فالاثنين، ما تنساش السالب. يبقى مجموعة الحل عندك يا مستر -4 و2. نفس الفكرة، ما عندناش أي اختلاف، ولكن في حتة بسيطة كده صغيرة اللي هي إيه يا مستر؟ الجذر. زي ما رحنا حولناه من شوية، هنا بيقول لك جذر س أس 2 ناقص 2 س زائد 1. ده كده تروح تاخده لي في قوس تربيع، لأن احنا قلنا جذر س تربيع س، جذر الواحد 1، 1 في س بواحد س، بتضرب انت بقى في 2. الاثنين دي مش اللي هي في النص، ده 2 دي انت بتضربها من عندك، يبقى بتاخد جذر الاول في جذر الثاني. جذر الس س، جذر الواحد 1، 1 في س بس، في 2 ب2 س، اداك الحد الاوسط. ما دام اداك الحد الاوسط افتح قوس، خد جذر الاول ناقص جذر الاخير الكل أس 2. طب دي التربيع يطير مع القوس، قلنا التربيع لما بيطير مع القوس بتحطها في قيمة مطلقة. بتحطها في قيمة ايه؟ مطلقة. طيب يا مستر رحت حطيتها في قيمة مطلقة، هنا في المسألة كان بيقول لي أصغر من أو تساوي 1، حطها لي أصغر من أو تساوي 1. في الحالة دي بتروح تشد خط كده، أو ممكن تحل المسألة على نقطة واحدة. خد لي اللي جوه القيمة المطلقة س ناقص 1 واكتبه زي ما هو، زي ما هو مديهولك بالظبط. في الجنب الثاني تقوم عاملها كده وتخليها -1. يعني انت تكتبها هنا 1 تكتبها هنا -1. طيب ايه دي؟ كانت س ناقص 1، خد لي -1 هنا بعكس الاشاره يبقى -1، خده لي هنا بعكس الاشاره يبقى -1. -1 وموجب 1 0، اصغر من او تساوي س، وهنا 1 و1 2. مجموعه الحل لو رحت رسمت خط الاعداد، ادي النقطه 0 وادي النقطه الاثنين. بيقول لك السين اكبر من الصفر، يعني ماشيه كده، واصغر من الاثنين، يعني الحته دي كده اصغر من الاثنين واكبر من الصفر. يبقى مجموعه الحل عندك من 0 ل2 والصفر والاثنين مقفولين، من 0 ل2 والصفر والاثنين مقفولين. طب تعالى لي كده يا مستر على المساله اللي بعدها، بيقول لك عايز برضو مجموعه الحل، بس هنا بقى مريحك ومديك القيمه المطلقه على طول، مش حاططها لك في جذر، ودي بتبقى مساله اسهل بكتير. روح خدها لي كده زي ما هي مكتوبه، هي مكتوبه 3 ناقص 2 س، بس روح لفها بس عشان ايه ما يبقى شكلها يعني اسهل في الحل. بدل ما هي 3 ناقص 2 س اكتبها لي 2 س 2 س ناقص 3. طيب اكبر من 5، خدها لي اكبر من 5، قلت لك اعملها برضو زيها في الجنب الثاني، بس زي دي 5 تعمل -5.
خلي بالك اكبر منهم، هما الاثنين بيبصوا في اتجاه واحد، يا بيبصوا هما الاثنين هنا، يبصوا هما الاثنين هنا. كلام جميل يا مستر. ودي لي السالب 3 يلا بعكس الاشاره، يجي هنا يبقى موجب 3، يجي هنا يبقى موجب 3، يبقى 2 س هنا سالب 5 وموجب 3 سالب 2، 5 و3 8. اقسم على الاثنين يلا، على الاثنين فيها السالب 1، على الاثنين فيها السين، على الاثنين فيها الأربعة. روح ارسم يلا على المستوى بتاعك. أول واحدة سالب 1 أصغر من السالب 1، إيه اللي أصغر من السالب 1؟ همشي كده في الاتجاه السالب بس خلي بالك مفتوحة. والجزء الثاني السين هنا أكبر من الأربعة، طب الأربعة هنا كده يا مستر خدها لي هنا ومفتوحة برضه. كلام جميل يا مستر. يبقى هو خدها كلها فرق، لان هنا ماشي للاخر وهنا ماشي للاخر، فرق المنطقه اللي في النص دي ما عدا من السالب 1 للأربعة. دي المنطقه اللي هي ما خدهاش معاك من سالب 1 ل4، وانا قافل سالب 1 و4 عشان هم انا مش عايزهم، انا بقول لك فرق مش عايزهم خلاص لان هم مفتوحين. كلام جميل يا مستر. خش لي على المساله اللي بعدها، هي نفس الفكره. بيقول لك ايه هنا؟ 3 س زائد 2 أس 3 أس 4، 3 على 4، 3 س زائد 2 وهنا 3 على 4 بتساوي 8. كلام جميل يا مستر. أروح أعمل فيها إيه؟ عايز مجموعة الحل بتاعتها. الأس ده عشان تضيعه اللي هو 3 على 4 ده توديك جنب التاني بس تقلبه، هو 3 على 4 توديك جنب التاني 4 على 3، يبقى 3 س زائد 2 بتساوي 8 أس 4 على 3. 8 أس إيه؟ 4 على 3. طيب يا مستر 8 أس 4 على 3 اللي هي بتساوي كام؟ أنت طلع آلتك واكتب عليها 8 أس افتح كسر اكتب 4 على 3. أنت مش عارفها تطلع معاك على طول، طلعت معانا ب 16. جميل يا مستر. يبقى 3 س زائد 2 بتساوي 16، ودي لي الاتنين بعكس الإشارة، يبقى 3 س بتساوي سالب 2 و16 يبقى 14. طيب يبقى س بتساوي 14 على 3، يبقى مجموعة الحل معاك 14 على 3. خلي بالك بقى من نقطة مهمة جدا عشان هتقابلك في مسائل تانية. بص لي على الأس ده وتعالى على البسط. لو البسط عدد فردي بتاخده زي ما هو كده 8 عادي. طب لو كان البسط عدد زوجي، يعني لو كان في فوق هنا 6 مثلا او كانت الاربعه هي اللي فوق، تقوم انت تعمل ايه؟ تاخدها موجب او سالب، كنت هتاخد ال8 دي موجب او سالب. كلام جميل يا مستر. يلا بينا نروح نكمل. هنا بقول لك اوجد مجموعه حل ومدي لك مساله يعني تافهه جدا بس ده جذر تكعيبي. اقول له ايه يا مستر؟ بص لما تيجي تحل مساله فيها جذر تكعيبي وفي جوه اس، خد الأس اللي بره على الأس اللي جوه على الأس اللي بره تضيع الجذر. يعني هي س أس 4 وده جذر تكعيبي تاخدها س أس 4 على 3 عشان تضيع الجذر. الأس اللي جوه على الجذر اللي بره على قوة الجذر ناقص 5 س الأس اللي جوه 2 يبقى 2 على 3. جميل. زائد 4 بتساوي 0. لما اجي احل خلي بالك انت في التحليل ماشي بمبدأ أس ونص. أس ونص. أول ما تلاقي أس ونص حلل. أس ونص إيه حل؟ يعني الأس هنا ده المقام شبه بعض. الأس ده 4 ده نصه 2. ماليش دعوة بالمقام، ده أس 4 ده أسه 2. لو المقام شبه بعضه أدي عندك ده الأس 4 وده نصه 2. تحلل تفتح قوسين أهو وتاخد لي دي اللي هي س أس 2 على 3 أهي، وهنا س أس 2 على 3. طيب يا مستر الأربعة فكها لي 1 في 4 ده موجب، الاتنين بشرط الحد الأوسط.
بتساوي صفر. يلا بينا هنقسم المسألة جزئين وناخد هنا س أس 2 على 3 ناقص 1 بتساوي صفر، وهنا س أس 2 على 3 ناقص 4 بتساوي صفر. ودي الواحد بعكس الإشارة، دي ناقص 4، ودي الواحد بعكس الإشارة يبقى 1. طيب يا مستر، قلنا في القص ده بروح أعمل فيه إيه؟ بروح أقلبه، بروح أعمل فيه إيه؟ أقلبه، يبقى س بتساوي 1 أس 3 على 2 اللي هي أصلا بواحد. أما هنا يا مستر روح خدها لي س بتساوي، ودي لي الأربعة بعكس الإشارة، والقص ده 2 على 3، 2 على 3 يجي هنا يبقى 3 على 2. 4 أس 3 على 2 فيها 8. بس خلي بالك النقطة اللي أنا قلت لك عليها قبل كده، ركز. البسط هنا عدد زوجي، عدد إيه؟ زوجي. يبقى أنا لما أروح أخدها أخليها موجب أو سالب، موجب أو إيه؟ أو سالب. يبقى السين بتساوي دي 4، هنخليها هنا مستر على الأربعة أهي 3 على 2، بس نخليها موجب أو إيه؟ أو سالب. يعني هنا مستر هتنقسم نصين، زي دي برضو غلطنا فيها نفس الغلطة، هنخليها هنا برضو موجب أو إيه؟ أو سالب. بس هنا مرة بتساوي 1 والسين هنا مرة بتساوي سالب 1. هنا برضو يبقى السين بتساوي 4 أس 3 على 2 يعني 8، وناخدها مرة سالب 8. كلام جميل يا مستر. يبقى مجموعة الحل عندك إيه؟ 8 وسالب 8 و1 وسالب 1. السؤال اللي بعده بيقول لك حل المعادلة دي. كلام جميل يا مستر. 5 أس 2 س، خد لي ال5 أس س دي دخلها جوه بعكس الإشارة، 5 أس س دخلها بعكس الإشارة، بس هي مضروبة في 26 فبتخش كلها بعكس الإشارة، تبقى سالب 26 في 5 أس س. كلام جميل يا مستر. زائد 25 بتساوي صفر. وروح حلل ده قص ونص، قص وايه؟ نص. دي 2 س ودي نصها س، فانت هتروح تحللها لي كده، تاخد اللي في النص ده 5 أس س مرة و5 أس س مرة. طيب 25 حلل 5 في 5، بس 5 في 5 مش هتديك الحد اللي في النص، فانت هتضربها 1 في 25، دي موجب يبقوا الاتنين سالب. دي 1 زائد 25 اديتك الحد اللي في النص 26، يبقى انت تحليلك مظبوط. كل ده بيساوي ايه؟ صفر. يبقى مرة 5 أس س ناقص 1 بتساوي صفر، اللي هو القوس ده، ودي الواحد بعكس الإشارة، يبقى 5 أس س هنا بتساوي 1. ما دام هي بتساوي 1 يبقى لازم على طول يكون السين بصفر. السين بإيه؟ بصفر. أي حاجة يقول لك 7 أس س بتساوي 1 على طول الأس بإيه؟ بصفر. يبقى هنا السين بتساوي صفر. طيب هنا مستر 5 أس س ناقص 25 بتساوي صفر، يبقى 5 أس س بتساوي 25. خلي لي الأساس شبه الأساس، يبقى 5 أس س بتساوي 25، دي 5 أس 2، أساس بيساوي أساس يبقى أس بيساوي أس. يبقى مستر مجموعة الحل هنا 0 و2. خشينا على المسألة اللي بعديها، ركز معايا كويس قوي في المسألة دي. بيقول لك إذا كانت دالة س ب5 أس س هات لي دالة س زائد 4 زائد دالة س زائد 3 وهكذا وكمل. اروح اعمل ايه؟ ايه دالة س زائد 4 دي؟ روح شد لي خط وخد لي دي، مش دي 5 أس س؟ دالة س زائد 4 يعني شيل السين وحط س زائد 4 فتبقى 5 أس س زائد 4 زائد دالة س زائد 3 يبقى زائد 5 أس، مش كانت هي في المسألة 5 أس س؟ شيل السين وحط س زائد 3 يبقى 5 أس س زائد 3. نفس المقام نفس الفكرة تحت، دالة س زائد 5 يبقى 5 أس س زائد 5 زائد 5 أس، لا دي ناقص، المسألة عندك هنا ناقص، تبقى ناقص 5 أس، دي دالة س زائد 4 يبقى س زائد 4. مظبوط، س زائد ايه؟ 4. لما يكون عندك زائد اضرب. ايه اضرب دي يا مستر؟ يعني روح شد لي شرطة كسر خلاها 5 أس س في 5 أس 4 زائد 5 أس س في 5 أس 3. هنا يا مستر 5 أس س في 5 أس 5 ناقص 5 أس س في 5 أس 4. من فوق هنا خد لي 5 أس س دي عامل مشترك، يبقى 5 أس س
وافتح قوس، بقى لك هنا 5 أس 4 زائد 5 أس 3 على من تحت خد لي 5 أس س عامل مشترك، يتبقى لك 5 أس 5 ناقص 5 أس 4. يطير 5 أس س مع 5 أس س، يتبقى لك في المسألة 5 أس 4 زائد 5 أس 3 على 5 أس 5 ناقص 5 أس 4. لما تلاقيها كده روح اكتبها بقى على الآلة يطلع لك الحل بتاعها، تطلع معاك 3 على 10. اللي بعديها اللوغاريتم، بيقول لك لوغاريتم 100 للأساس 5. لما تلاقي المسألة كده ودي لوغاريتم 5 ولوغاريتم 5 ولوغاريتم 5 ولوغاريتم 5 كلهم تحت 5 شبه بعض، فتقوم جاي كاتب لوغاريتم 5 وتشد شرطة كسر. الموجب حطه في البسط واضربه، والسالب حطه في المقام. بمعنى دي 100 اكتبها فوق، في ايه تاني موجب هنا؟ ال 36 يبقى 100 في 36 على دي 2. خلي بالك من حاجة بقى، 2 لوغاريتم 3 بتساوي لوغاريتم 3 أس 2. هنا في 5. طب 3 أس 2 بكام؟ ب8، يبقى لوغاريتم 8 للأساس 5. طب هي هنا كانت سالبة، فأحط فوق أحطها تحت، السالب يتحط تحت 8 في عندي سالب لوغاريتم 18 للأساس 5، يبقى 18 كمان خدها تحت. خد لي ده كده اكتبه على الآلة اللي هو 100 في 36 على 100 على 8 في 18، تطلع لك لوغاريتم 25. يطلع لك لوغاريتم ايه؟ 25 للأساس 5. لوغاريتم 25 للأساس 5 بتساوي ال 25 دي 5 أس 2، يبقى لوغاريتم 5 أس 2 للأساس 5. الاتنين دي خلي بالك هنا في المسألة دي لما جيت شرحت لك هنا قلت لك الاتنين تطلع على التلاتة تبقى 3 أس 2. طب لو هي 5 أس 2 تقوم الاتنين تيجي جنب اللوغاريتم دي براحتك حسب احتياجك، طلعها لي بره تبقى لوغاريتم 5 للأساس 5. أي لوغاريتم 7 للأساس 7 لوغاريتم 8 للأساس 8 ودام الاتنين شبه بعض تبقى بواحد، تبقى دي كده بإيه؟ بواحد. يبقى الحل عندك 2 دولت كده بواحد، 2 في 1 ب2. المسألة اللي بعدين 5 أس س زائد 1 و9 أس س بتساوي 9 أس س. هنا بعمل حاجة اسمها إيه؟ باخد لوغاريتم للطرفين، باخد لوغاريتم إيه للطرفين؟ يبقى لوغاريتم س زائد لوغاريتم 5 أس س زائد 1 بتساوي لوغاريتم 9 أس س. لسه قايل لك الأس يطلع قدام، يبقى س زائد 1 لوغاريتم 5 بتساوي نزل السي لوغاريتم 9. كلام جميل يا مستر، وديهم لي هما الاتنين في جنب واحد. أو بس خلي بالك فك دي الأول، س في لوغاريتم 5 بس لوغاريتم 5 زائد 1 في لوغاريتم 5 بلوغاريتم 5، ودي لي دي بعكس الإشارة تبقى س سالب س لوغاريتم 9 بتساوي 0. خلي بالك هنا يا مستر انا هاخد لوغاريتم 5 دي وده بعكس الاشاره عشان اخلي اللي فيهم سينات مع بعض، يبقى س لوغاريتم 5 ناقص س لوغاريتم 9 بتساوي ودي لي الخمسه بعكس الاشاره سالب لوغاريتم 5. كلام جميل يا مستر. خد لي السين عامل مشترك من هنا، يبقى س بالك لوغاريتم 5 ناقص لوغاريتم 9 بتساوي سالب لوغاريتم 5. فاكرين لما كنا بنقول 3 س بتساوي 9 كنا بنعمل ايه؟ بنروح نقسم على اللي جنب السين نقوله س بتساوي 9 على 3. نفس الكلام هنعمله هنا بالظبط. هروح اقسم على اللي جنب السين اقول س بتساوي سالب لوغاريتم 5 على لوغاريتم 5 ناقص لوغاريتم 9. كلام جميل يا مستر. دي بقى تروح تكتبها على الايه؟ على الآلة. اكتب على الآلة سالب لوغاريتم 5 على لوغاريتم 5 ناقص لوغاريتم 9 هتساوي معاك بالتقريب كده 2.74 من 100. كلام جميل يا مستر.
هنا مستر بيقول لي لوغاريتم س للأساس 2 زائد لوغاريتم س ناقص 2 للأساس 2 بتساوي 3. كلام جميل يا مستر. تروح تاخد لي اللوغاريتم حط لي الاثنين، ما دام الاثنين شبه الاثنين قلت لك الزائد باخده ضرب في البسط وفي المقام اللوغاريتم السالب. طب هنا مفيش لوغاريتم سالب، اللوغاريتم ده موجب وده موجب، يبقى الاثنين اخدهم ضرب س في س ناقص 2. كلام جميل يا مستر. كل ده بيقول لك بيساوي ايه؟ 3. حولها لي للصوره الاسيه. ايه الصوره الاسيه ده يا مستر؟ ما اديتناش عنها فكره، اللي هي لما يجي يقول لك لوغاريتم س للاساس 2 بتساوي 3، بتاخد اللي قدام اللوغاريتم اللي هو الس تساويه، تاخد ده 2 اس الرقم اللي بره. نفس الكلام هعمله في المساله دي. يبقى س في س ناقص 2 بتساوي، خد لي الاتنين دي أس التلاتة دي اللي هي ب8. فك كده س في س بس أس 2 ناقص س في سالب 2 بسالب 2 س بتساوي 2 أس 3 8. دخل لي ال8 بعكس الإشارة، س أس 2 ناقص 2 س ناقص 8 بتساوي 0. بقت معادلة عادية أقدر أحلل فيها، اللي هي إزاي كده؟ س وس 8 2 في 4، دي سالب الكبير ياخد إشارة الحد الأوسط، يبقى مرة س زائد 2 بتساوي 0 ومرة س ناقص 4 بتساوي 0. يبقى هنا الس هتساوي سالب 2 بودي الاتنين بعكس الإشارة، وهنا الس هتساوي 4 بودي السالب 4 بعكس الإشارة. يبقى مجموعة الحل عندك إيه يا مستر؟ هتقول لي سالب 2 و4، أقول لك لأ. اشمعنى يا مستر؟ عشان إحنا عندنا في اللوغاريتم ما ينفعش الرقم ده يبقى سالب، ما ينفعش الرقم ده يبقى ايه؟ سالب. فالسالب ده هقول له مرفوض، ويبقى مجموعة الحل 4. المسألة اللي بعدها هنا بيقول لك لوغاريتم س للأساس 2 زائد لوغاريتم 2 للأساس س بتساوي 2. عندك قاعدة مهمة في اللوغاريتمات بتقول لك لو هي المسألة عندك لوغاريتم س 2 للأساس س مثلا، وانت عايز تقلبها عشان تعرف تحل المسألة، انت محتاج تقلبها، فتحط دي في المقام تبقى لوغاريتم، واقلب بقى خلي السين فوق والاتنين تحت وحط لي 1 فوق. كلام جميل يا مستر. هعمل نفس الفكرة دي فوق عشان اخليهم شبه بعض. لو تلاحظ دي س والاتنين تحت ودي 2 والسين هي اللي تحت، فانا عايز اعدلهم عشان اعرف احل، اخليها لوغاريتم س للأساس 2 زائد 1 على لوغاريتم س للأساس 2 بتساوي 2. بقت معادلة بس صعب، يعني شكلها صعب شوية، عايز أسهلها يا مستر. أعمل إيه؟ هنسهلها لك بطريقة جميلة جدا. قول له كده نفرض أن لوغاريتم س للأساس 2 بتساوي ص، ويبقى تشيل دي وتكتب مكانها ص وتشيل دي وتكتب مكانها ص، هتطلع معاك المسألة شكلها لذيذ في حلها. فيبقى هنا ص زائد 1 على ص بتساوي 2. لما يكون عندك ص في المقام اضرب في ص عشان تضيعها، عشان تعدل المسألة قدامك. اضرب لي هنا في ص، ص في ص بص أس 2 زائد دي تضيع الصاد يبقى 1 بتساوي 2 في ص ب2 ص. دخل لي الاتنين ص دي بعكس الإشارة تبقى سالب 2 ص، وده الواحد بتاعك بتساوي 0. بقت معادلة يا مستر أقدر أحلها كويس. كلام جميل. فك يلا المعادلة، ص وصاد، الواحد 1 في 1 الاتنين سالب، دي موجب الاتنين بشرط الحد الأوسط. يبقى مرة الصاد ناقص 1 بتساوي 0 ومنها الصاد هتساوي 1. المرة التانية صاد ناقص 1 بتساوي 0 ومنها الصاد برضو بتساوي 1. كان ممكن واحد ياخدهم هما الاتنين قوس تربيع، بس عادي يعني براحتك. كلام جميل يا مستر. طب هنا الصاد طلعت بتساوي 1، هما الاتنين زي بعض. أنا كنت قايل لك إن أنا فرضت إنه لوغاريتم س للأساس 2 بتساوي ص، يبقى ممكن هنا بقى أشيل الصاد وأرجع المسألة لأصلها، تبقى لوغاريتم س للأساس 2 بتساوي 1. الصورة اللي كنا لسه متكلمين عنها من دقيقة، خد لي السين دي بتساوي 2 أس 1 اللي هي بتساوي 2، يبقى مجموعة الحل عندك هنا 2. هنا مستر واحدة نهايات
النهايات وما أدراك ما النهايات. ركز معايا كويس جدا في النهايات، لو فاتك درس النهايات ما تقلقش هنجمعه في المسائل دي. أول حاجة يا مستر، لما يجي لك كده بيقول لك نهى س أس 3 ناقص 8 بتساوي س على س أس 2 ناقص 5 س زائد 6. عندما س تقول لي الاثنين، أول حاجة تروح تعمل حاجة اسمها تعويض مباشر. تعويض مباشر إزاي يعني يا مستر؟ روح خدها لي كده، شيل السين حط 2 تبقى 2 أس 3 ناقص 8. شيل السين حط 2 تبقى 2 أس 2 اللي هي ب4 ناقص، شيل السين حط 2 5 في 2 ب10 كتبت ال10 وده ال6. على آلتك هتطلع لك 0 على 0، أو هتكتب لك على الآلة كده ايرور أو أيا كان آلتك بتكتبها إزاي غير معرف أو 0 على 0. يبقى كده يا مستر دي قيمة غير معينة. في الحالة دي بلجأ لحاجة بقى اسمها التحليل عشان أقرب النهاية أو أحل النهاية. هتكتبها لي إزاي يا مستر؟ أدنى س تقول لي الاثنين، شد لي خط كده وروح حلل المقدار ده. هنا بيقول لك س أس 3 ناقص 8. س أس 3 ناقص إيه؟ 8. ده فرق بين مكعبين، قوس صغير وقوس كبير. السين أس 3 تتحلل س وس أس 2. التمانية 2 في 4 دي موجب ودي سالب. فاضل لك الحد اللي في النص، بتضرب الاتنين دول في بعض. اضرب لي س في 2 ب2 س، ولو دي سالب تحط دي موجب، لو دي موجب حط دي سالب. حلل لي بقى المقدار اللي تحت، السين أس 2 ده تحليل عادي، ده س وس. الستة 2 في 3 دي موجب، يبقى الاتنين بإشارة الحد الأوسط. كلام جميل. هنا تقوم دي تروح مع دي، وارجع بقى عوض تعويض. شيل أي س حط مكانها 2، يبقى عندك في البسط س أس 2 يعني 2 أس 2 زائد 2. شيل السين اكتب مكانها 2 زائد 4. تحت هنا في س اكتب مكانها 2 ناقص 3. على آلتك الجميلة بقى احسبها على آلتك تطلع معاك سالب 12. كلام لذيذ يا مستر. خش لي على المسألة اللي بعدها. طبعا معلومة مهمة جدا محتاج أقولها لك عشان تبقى أنت ذاكرت صح وتستفاد كويس أوي من الملزمة دي. أعمل إيه؟ أخد المسائل، ابعت لي على الواتس الرقم في أول الفيديو كتبته، هتلاقي المسائل تاخدها تحلها تاني. أخدها حلها تاني، دار على الإجابة وحل المسألة تاني، وبعدين بص في الحل هتلاقي الملزمة محلولة معاك. أبص في الحل لقيت حل شبه الأستاذ محلل ومظبوط، يبقى أنا كده خلاص المسألة دي فهمتها. فيها غلطة اعمل عليها علامة المسألة دي وارجع شوف الشرح وافهمها تاني. وبعد ما تخلص المراجعة كلها تقوم جايب المسائل اللي انت معلم عليها اللي هي ما حلتهاش مع نفسك من أول مرة، ارجع حلها تاني، شوف نفسك لسه فاكرها وفاهمها ولا لا ارجع عيدها تاني. طيب يا مستر يلا بينا نكمل. هاخد المسألة دي، هتروح تعوض تعويض مباشر، شيل أي س حط مكانها 5 وتطلع معاك برضو 0 على الإيه؟ الصفر. طلعت معاك قيمة غير معينة. لما يكون عندك جذر بضرب في المرافق، بضرب في الإيه؟ مرافق. إيه المرافق ده؟ دي جذر س زائد 4 ناقص 3 تبقى جذر س زائد 4 سالب ده يتحول موجب، اللي بره الجذر مش اللي جوه، زائد 3 تضرب في بسط ومقام، فتبقى المسألة كده نهى س تقول للخمسة س أس 2 ناقص 5 س على جذر س زائد 4 ناقص 3 واضرب في المرافق بسط ومقام. يبقى هنا يا مستر جذر س زائد 4 زائد 3، وهنا جذر س زائد 4 زائد 3. طيب يا مستر لما اجي اضرب خد لي اللي فوق دولت في بعض كده، تبقى دي كانت س أس 2 س أس 2 ناقص 5 س في جذر س زائد 4 زائد 3 على، لما باجي اضرب عددين مترافقين باخد تربيع الاول ناقص تربيع الثاني. طب التربيع الاول يضيع الجذر، يضيع الايه؟ الجذر، ناقص تربيع الثاني، تربيع الثلاثه 9. طيب يا مستر 4 ناقص 9 سالب 5، فهنشيل دي كده ونكتب هنا سالب ايه؟ 5.
كلام جميل يا مستر. خلي بالك هنا من نقطة مهمة اللي هي ايه؟ شوف بقى انت هتطير انهين مع انهين. يا مستر مفيش حاجة تطير، ده دي س أس 2 ناقص 5 س ودي س ناقص 5. طب ما تاخد من اللي فوق دي عامل مشترك، خد لي منها عامل مشترك كده، بقت س ناقص 5. خدت السين عامل ايه مشترك في جذر س زائد 4 زائد 3 على س ناقص 5. طارت السين مع س ناقص 5 مع س ناقص ايه 5. عوض بقى تعويض مباشر. السين تقول لي الخمسة، شيل السين تحط لي مكانها 5. افتح قوس، شيل السين تحط لي مكانها 5 زائد 4 زائد 3 على آلتك الجميلة. يلا شوفها بقى تطلع معاك كام. هنا المسألة اللي بعدها الفكرة التانية من النهايات، وهي مسألة القانون. ايه مسألة القانون دي يا مستر؟ مسألة القانون دي لما يقول لك مثلا نهى س تقول للألف، س تقول للإيه الألف، لازم تجي لك على الشكل ده س ناقص ألف، هنا مثلا أس نون وهنا أس نون، على س ناقص ألف، والأسين تحت شبه بعض، لو ده ميم يبقى ده ميم. بيبقى الحل بتاعها إيه؟ بتاخد لي نون على ميم في ألف اللي هو العدد ده أس نون ناقص ميم. ده القانون بتاعك. طب تعال نطبق بيه كده يا مستر على المسألة. هنا بيقول لك إيه؟ نهى يا مستر أنت لسه قايل لي نقطة مهمة. إيه هي؟ س تقول لي سالب 2، فالمفروض دي تبقى س أس 5 ناقص سالب 2، ودي 32. طب ما تعدل المسألة وخلي لي ال 32 2 أس 5، ما هو على آلتك اكتب 2 أس 5 هتلاقيها بتساوي 32. يبقى نهى س تقول لسالب 2، نهى س تقول لسالب 2 هتساوي س أس 5. الموجب بيتحول ناقص سالب، ما هو ناقص سالب معناه موجب، وال 32 2 أس إيه 5. 2 أس 5. واحد يقول له يا مستر طب ما الأس هيضيع السالب، أقول له لا، الأس الزوجي هو اللي بيضيع السالب، إنما أس 5 ما تضيعش معاك السالب. وتحت س الموجب حوله ناقص سالب 2. كده بقت المسألة شبه بعضها. س تقول لي سالب 2، س أس 5 ناقص س سالب 2 أس 5. الأس فوق زي الأس تحت، والأس تحت الأس فوق زي بعض، والأس تحت زي بعضها. كنت بقول لك بتاخد الأس اللي فوق على الأس اللي تحت، بتاخد الرقم اللي هو سالب 2 أس الأس اللي فوق ناقص الأس اللي تحت، 5 ناقص 1. ما الأس اللي تحت مش مكتوب، بعتبر إن في 1 هنا يا مستر. حلو، دي كده بقت لعبة الآلة بقى. اكتبها لي على الآلة تطلع معاك إيه؟ 80. خد لي المسألة اللي بعدها. يا مستر ده دي س تقول لي 6 ودي س ناقص 6، بس فوق مفيش س ناقص 6. هنا أقول لك تعمل إيه فيها؟ عدل النهاية، بمعنى أنت شكل في المسألة زي ما أنت عايز براحتك، بس خليها لي شبه بعضها. بمعنى إن أنا لو عندي مكتوب 7 أنا ممكن أكتبها 5 زائد 2 ما هي 7. لو عندي مكتوب 36 اكتبها لي يا سيدي 40 ناقص 4 براحتك. طيب يعني انا عايز اغير اللي فوق ده اخليه س ناقص 6، هقول لك بس هتبقى صعبه، انت ما تشتغلش على القوس، خلي لي اللي تحت شبه القوس. بمعنى ايه يا مستر؟ انت عندك دي س تقول لي ال6، انا عايز اخليها بقى س ناقص 5، فهاخد السين ده اخليها س ناقص ايه 5، بس زي ما نقصت من هنا 5 نقص من هنا 5، 6 ناقص 5 1. كده النهايه هخليها انها س ناقص 5 تقول لي الواحد. طب المقام هعمل في ايه؟ نفس الفكره، اكتب لي الاول كده نهى س ناقص 5 تقول لي الواحد عشان تعدلها على القانون بتاعك. بقت فوق س ناقص 5 أس 7. ملحوظه تانية يا مستر، دي 1 وانت قايل لي الاسس فوق لازم تبقى زي بعض. ما هو يا حبيبي خليه 1 أس 7. ايه 1 أس 7 ده يا مستر؟ ما هو الواحد أس أي حاجة بواحد ما فرقتش ياما كده، أنا ما بوظتش حاجة في المسألة، خليت الأسين زي بعض. انزل لي تحت بقى س ناقص 6، احنا عايزينها تبقى س ناقص 5، فخليها س ناقص إيه 5، وأقوم كاتب كمان سالب 1. ليه سالب 1؟ عشان تفضل سالب 6 زي ما هي، ما هو سالب 5 وسالب 1 بسالب 6،
يبقى أنا كده ما غيرتش حاجة في أصل المسألة، بقت مسألة قانون أهي. دي س ناقص 5، هنا عندي س ناقص 5 وس ناقص 5، دي 1 ودي 1 ودي 1. كلام جميل يا مستر. والأسس فوق زي بعض والأسس تحت زي بعض. خد لي بقى الأس اللي فوق على الأس اللي تحت، مفيش أس تحت يبقى 1. خد لي الواحد اللي هو الرقم ده اعمله في الأس اللي فوق ناقص الأس اللي تحت، وبقت مسألة آلة حاسبة. حلها على آلتك الجميلة تطلع معاك ب7. هنا مستر في المسألة دي بيقول لي س زائد 3 لكل أس 5 ناقص 1 وأنا س أس 2 ناقص 4. هنا دي مسألة تحليل. مسألة إيه؟ تحليل. اكتبوا له كده نها س تقول للسالب 2 وشد لي كده خط س زائد 3 لكل أس 5 ناقص 1. خليه لي هو كمان أس 5 عشان يبقوا الاتنين زي بعض، وتبقى تحت هنا لأن 1 أس 5 كده كده هي 1 س وس الأربعة 2 في 2 1 سالب 1 موجب، ودي تروح تقسمها لي نهايتين، تروح تقسمها لي إيه؟ نهايتين، تبقى نها س تقول للسالب 2 وروح شد لي خط كده. خد لي هنا س زائد 3 الكل أس 5 ناقص 1 الكل أس 5 على س زائد 2 في نها 1 على س ناقص 2. ثانية بقى كده مستر عشان أنا إيه عايز أفهم أنت عملت إيه. قسمت المسألتين ناحيتين، طب ما قسمتش الجزء اللي فوق ده ليه؟ الواحد مكرره ليه؟ لا هو الواحد مش مكرره، هو الجزء اللي فيه ناقص وزائد ده ما بيتقسمش، بيتاخد على بعضه هنا كده، والواحد ده عشان ما عادش اتبقى حاجة في البسط فبحط مكانه إيه 1. الجزء المضروب ده القوسين المضروبين هم اللي بقسمهم، هم اللي بروح أقسمهم في المسألة. كلام جميل يا مستر. روح بقى يلا عوض لي كده في المسألة. واحد يقول لي يا مستر المسألة دي شبه القانون، الجزء ده شبه القانون. هقول له أنت بتفهم. س تقول لي سالب 2 س زائد 3 والكل أس 5 ناقص 1 أس 5. طب دي أخليها شبه القانون منين؟ هاجي أقول لك هنا هتروح تعمل حاجة جميلة خالص. أنا قلت لك القوس ما بلعبش فيه، خلي لي المسألة شبه القوس. شيل لي س ناقص 2 دي، شيل لي السين الأول وزود لي عليها 3 عشان تبقى شبه القوس ده. طب أنا زودت هنا 3، مش لازم أزود هنا 3. سالب 2 زائد 3 تدي لك 1، تدي لك إيه؟ 1. أصبحت كده يا مستر بقت دي شبه دي. اشتغل لي بقى على س زائد 2 اللي تحت، خليها لي مرة س زائد 3 وناقص 1. ايه اللي انت عملته ده؟ ما هي الاتنين يعني 3 ناقص 1. عدلت المسألة خليتها شبه القانون. كلام جميل يا مستر. بالنسبة للجزء ده بتعوض لي فيه تعويض مباشر. ليه يا مستر؟ أدا 1 فيه شيل السين حط مكانها سالب 2. هنا كانت س تقول لسالب 2، أنا ما عدلتش في النهاية ده عشان مش محتاج أعدل. شيل السين حط مكانها سالب 2 وده السالب 2 العادية بقت 1 على سالب 4، بقت 1 على سالب إيه؟ 4. كلام جميل يا مستر. يبقى ده مش محتاج أحلل فيه ولا أعمل فيه أي حاجة لأن هو التعويض المباشر فيه جاب لي حل على طول. كلام جميل يا مستر. كده النقطة دي كده عرفنا إن هي 1 على سالب 4. طب تعالى هنا بالنسبة لدي مسألة قانون، خد لي القص اللي فوق على القص اللي تحت، خد لي الرقم اللي هو ده 1 في القص اللي فوق ناقص القص اللي تحت. دي لما رحنا عوضنا فيها طلعت معانا 1 على سالب 4. كده بقت أرقام ولعبة آلة. روح اكتبها معاك على الآلة طلع لك سالب 5 على 4. يلا خش لي على المسألة اللي بعدها. بس قبل ما نبدأ المسألة الجديدة عايز أقول لك على حاجة. لما يقول لك نهى جا س على س، السين هنا شبه السين، دول كده يروحوا ب1. طيب يا مستر، طب لو كان في هنا 5 يروحوا ب5. طب في هنا 5 على 3 يبقى كل ده بيساوي 5 على 3. خلي بالك. ونفس الكلام لو هي ظا. تعال نروح نحل المسألة وهقابلنا الأفكار بتاعتها بحالها. هنا بيقول لك جا، بس خلي بالك بقى المسألة دي لها فكرة كده لذيذة شوية. جا تربيع 3 س على جا تربيع 3 س على جا تربيع 3 س على 5 س أس 2. 5 س أس 2.
قلت لك لو الأس فوق زي الأس اللي تحت اتعامل عادي. والجا س بتروح مع الجا س، اللي هي ازاي يعني يا مستر؟ انت خد لي دي كلها تربيع وخد لي دي كلها تربيع، خد لي دي كلها تربيع وخد لي دي كلها ايه؟ تربيع. طيب يا مستر اعملها ازاي؟ بص كده من الاخر، طير لي جا تربيع س مع السين اللي تحت التربيع، طير له دولت ايه مع بعض، هيتبقى لك ايه في المسألة؟ كده انا هاخد جا تربيع س مع السين تربيع، ما دام دي تربيع طير التربيع مع بيها تربيع. طب التلاتة اللي فوق ده، ما هو هنا مستر فوق كان في جا تربيع، اصل خلي بالك من نقطة ان جا تربيع 3 س المفروض بقى ان هي بتساوي ايه؟ جا 3 س الكل أس 2 وفي تحت 5 س أس 2. فلما تيجي تطير زي ما انا علمتك في فوق تربيع، طير لي جا س تربيع مع السين تربيع، يتبقى لك ايه؟ فوق هتقول لي اتبقى لك 3، اقول لك غلط، ده كان في فوق تربيع فالتلاتة 3 أس 2 ب9. طب تحت في 5 متبقية، يبقى 9 على الايه؟ على ال5. ده الحل بتاعك 9 على 5. طيب يا مستر خد لي الجزئية التانية. الظاء هياها يا مستر نفس الفكرة القديمة. الظاء زي الجاء، الظاء زي الايه؟ الجاء، اللي بتختلف معاهم بس الجتا. طيب خد لي هنا بيقول لك نهى بتساوي نهى ظا س على باي ناقص س، وبيقول لك هنا س تقول للباي. عشان تروح تحل المسألة دي خليها لي فوق شبه تحت. ايه يا مستر خليها لي فوق؟ انت اولا لو رحت عوضت بالباي هيبقى باي ناقص باي بصفر، فكده مش هينفع تعويض مباشر. خلي لي دي كده نهى وعدل لي النهايه خليها لي س ناقص باي، وزي ما خدت من هنا س ناقص باي خد من هنا باي ناقص باي يدي لك صفر، وشد الخط بتاعك. وخلي بالك من نقطه، انا عايز اخلي دي باي ناقص س. ايه يا مستر اللي انت بتعمله ده؟ عشان انا يا حبيبي عايز اخليها لك جا باي ناقص س على باي ناقص س، لان انا قايل لك من شويه ان لما يكون جا، لو اللي جنب الجا هنا شبه المقام بيطيروا مع بعض كده بواحد. طيب يا مستر فهمت كده انت عايز تعمل ايه؟ طب انا مستر انت خليت لي دي س ناقص باي، هتخلي لي دي س باي ناقص س ازاي؟ اقول لك انا اروح اخليها لك باي ناقص س ازاي؟ حط سالب بره وتبقى ظا باي ناقص س. ايه ده يا مستر؟ يعني انا لما يكون عندي جا س وعايز احط لها باي ناقص س احط سالب بره؟ احط سالب بره وخليها لي ظا باي ناقص س. كلام جميل يا مستر، واكتب لي المقام تحت. بقت دي ظا وهنا الجزء ده زي الجزء ده، يقوموا رايحين مع ايه؟ مع بعض. طيب يا مستر يبقى كده الحل كام؟ 1. يلا بينا نخش على المسألة اللي بعدها. سوري والحل مش 1 عشان في سالب جوه، ما هي كلها طارت مع بعض. انا قلت لك ب1 ومفيش ارقام هنا لا هنا ولا هنا، فنزل السالب ده يبقى سالب 1. يلا بينا نروح نخش على المسألة اللي بعدها. 31 بيقول لك ابحث وجود نهاية عند النقطة المبينة عند س بتساوي سالب 1. معنى يا مستر ايه ابحث وجود نهاية عند النقطة المبينة؟ أول ما أقول لك الكلمة دي عند س بتساوي سالب 1 خدها لي مرة، هات لي دالة سالب 1 الموجبة ودالة سالب 1 السالبة. طيب يا مستر وروح شوفهم بيساووا ايه، في نهاية ولا مفيش نهاية؟ علشان تطلع فيها نهاية لازم دالة سالب 1 الموجبة تساوي دالة سالب 1 السالبة. طب روح هاتها لي كده يا مستر. دالة سالب 1 الموجبة يعني هشتغل فين؟ هشتغل عند الجزء اللي تحت عشان السين كبيرة. السين ايه؟ السين كبيرة، ودي دالة ثابتة بسالب 1، يبقى دالة سالب 1 الموجبة دالة ثابتة بتساوي سالب 1 اللي هو السالب 1 ده. طب الدالة سالب 1 السالبة هتساوي ايه؟ بروح اشتغل على البسط على اللي فوق قصدي. اشمعنى؟ عشان فوق هنا كاتب لي س اصغر
والسين ما دام اصغر يبقى ده الجزء السالب بتاعت سالب واحد السالبه. سالب واحد الايه السالبه دي. فاشتغل لي فوق كده اكتب لي 2 س زائد 1 وراح عوض لي عنها. يلا انت بتجيب دالة سالب واحد شيل السين حط مكانها سالب واحد يبقى 2 في سالب واحد زائد واحد على آلتك تطلع سالب واحد. طلعت دالة سالب واحد الموجبة بتساوي دالة سالب واحد السالبة. يبقى الدالة لها نهاية. وهي نهاية الدالة يا مستر؟ هتقول له نهى س تقول للسالب واحد. نهى دالة س عند س تقول للسالب واحد هتساوي معاك ايه؟ سالب واحد. طيب يا مستر هنا في المسألة دي بيقول لك ابحث اتصال الدالة. يعني ايه اتصال الدالة؟ نفس الفكرة اللي احنا كنا شغالين عليه، بس هنا بقى بيقول لك عند س تساوي واحد، فانت هتجيب دالة واحد الموجبة ودالة واحد السالبة ودالة الواحد ودالة الايه؟ الواحد. دالة الواحد يا مستر أول حاجة هنا بيقول لك س أكبر منها وتساوي واحد، يبقى الواحد هنا يبقى هتروح تعوض في الجزء الأولاني س أس 2 زائد 3 بتساوي 1 أس 2 زائد 3 بتساوي 4. طيب دالة واحد الموجبة، دالة واحد الموجبة يعني بدور في الجزء اللي السين فيه كبيرة، في الجزء اللي السين فيه إيه؟ كبيرة. فين الجزء اللي السين فيه كبيرة؟ أهو س أكبر من، شغال برضه على الجزء اللي فوق، عوض لي بواحد بتساوي 1 أس 2 زائد 3 طلعت هي كمان ب4. طب دالة واحد السالبة بدور عليها فين؟ في الجزء اللي السين فيه صغيرة، الدالة السالبة، عوض تحت هنا بيقول لك بس خلي بالك انت بتجيبها نهاية، بتكتبها نهى كده. طيب يا مستر يعني لو حد متلخبط اهي بكتبها كده نهى س تقول للايه؟ للواحد. وهنا برضه نكتب نفس الكلام نهى س تقول للواحد. طيب يا مستر تعالى روح كمل لي هنا يلا شد لي شرطة كسر وامسك لي بقى دي تتحلل ليه؟ طب ليه ما عوضتش تعويض مباشر على طول؟ عشان لو بصيت في المقام وكتبت واحد ناقص واحد يديك صفر وتبقى دي غير معينة، والغير معينة بلجأ فيها للتحليل أو القانون حسب ما كنا بنحله من شوية. س أس 2 تتحلل معاك س وس، سالب 3 تحلل 1 في 3. طيب دي سالبة يبقى الكبير ياخد إشارة الحد الأوسط واكتب لي تحت س ناقص 1. يوم الجزء ده يترج مع الجزء ده يتبقى لك س زائد 1 س زائد 3 عوض يلا بالواحد. 1 زائد 3 بيساوي 4. يا مستر أنا كده لقيت دالة واحد السالبة بتساوي دالة واحد الموجبة بتساوي دالة واحد، يبقى الدالة متصلة عند س تساوي 1. كلام جميل يا مستر. خش لي بقى على المسألة اللي بعدها وهي نفس الفكرة بالظبط. بيقول لك ابحث اتصال دالة س عند س بتساوي ايه؟ 3. روح خد لي يا مستر دالة 3 في الجزء الأولاني اللي هو الس فيه أكبر من أو تساوي 3 عند تساوي، لأن أنت واخد دالة التلاتة لا قلت موجبة ولا سالبة، فبتاخد عند اللي فيها يساوي. عوض يلا 5 شيل الس حط 3 5 في 3 ناقص 6 5 في 3 ناقص 6 طلعت ب9. هات لي دالة 3 الموجبة يبقى بشتغل في الجزء اللي الس فيه كبيرة. نفس الكلام نهى س تقول للثلاثة الموجبة س تقول للثلاثة الايه؟ الموجبة، يبقى 5 في 3 ناقص 6 هتروح تعوض فيها برضه تطلع معاك برضه بايه؟ ب9. طيب دالة 3 السالبة بشتغل عند اللي السين فيها اصغر من 3 يعني هنا اللي هي 3 س زائد ايه؟ 4. روح خدها لي كده عوض 3 شيل السين حط مكانها 3 زائد 4 3 في 3 ب9 و4 13 طلعت معانا بكام؟ ب13. دي طلعت 9 ودي 9 ودي 13 يعني دالة 3 الموجبة لا تساوي دالة 3 السالبة. يبقى هنا يا مستر الدالة غير متصلة عند س بتساوي 3. دالة س متصلة هنا المسألة دي بتفرق عن التانية في ايه؟ بتفرق عن التانية يا مستر انك بيقول لي ابحث الاتصال شوفها لي متصلة ولا لا. انما انا بقول لك هي فعلا متصلة. معنى ان هي متصلة ان الجزء اللي فوق بيساوي الجزء اللي تحت. الجزء اللي فوق بيساوي الجزء اللي ايه؟ تحت.
فخد لي بيقول لك الداله متصله عند س بتساوي -3، عوض لي في المساله بسالب 3. لو رحت عوضت هنا بسالب 3 يبقى -3 زائد 3 هتدي لك 0. فانا قلت ما ينفعش ما دام طلعت 0 على 0 بدي كميه غير معينه بتلجأ للتحليل. فهتقول له كده نهى س تقول للسالب 3، س تقول للسالب ايه 3، قال لك س أس 2 زائد 2 س ناقص 3. حللها لي يلا. س وس التلاتة تتحلل 1 في 3. مين ياخد السالب؟ الكبير بإشارة الحد الأوسط. واكتب لي تحت س زائد 3، س زائد ايه 3. تقوم دي تروح مع دي، عوض مكان السين بسالب ايه 3، يبقى -3 ناقص 1 تدي لك -4. سالب ايه 4. وانا قلت ما دام الداله متصله يبقى اروح اعمل ايه؟ اساوي الجزء اللي فوق بالجزء اللي تحت. يبقى كده س زائد أ اللي عندي بتساوي ايه 4. س زائد أ هتساوي -4 عشان هي طلعت معانا انا بسالب 4. طب السين كانت بتساوي -3 لان بقول لك عند س بتساوي -3، عوض لي هنا بسالب 3 يلا. زائد أ بتساوي -4 وادي لي السالب 3 بعكس الاشاره يبقى -3. يبقى الالف بتساوي -3 وموجب 4، -3 وسالب 4 اديك -1. يبقى قيمه الالف هنا بكام؟ بسالب 1. هنا بيقول لي اذا كانت داله س متصله عند س بتساوي 2 وكانت داله 2 بتساوي 4. بيقول لك الداله متصله عند س تساوي 2 ودالة الاتنين بتساوي 4 ودالة الاتنين بتساوي ايه 4. فوجد قيمتي أ وب ومديك الدالة على الشكل ده بقية السؤال. ما دام الدالة متصلة، بما أن الدالة متصلة، الدالة متصلة عند س بتساوي 2 ودالة الاتنين بتساوي 4، يبقى إذا خد لي بقى الجزء اللي فوق الجزء الموجب. هتقول له كده س أس 2 أو نهى س الموجبة س تقول ل2 الموجبة. ليه 2 الموجبة؟ هشتغل بقى على الجزء اللي فوق اللي هو الس فيه كبيرة، يبقى أنا بقول إيه 2 الموجبة وروح عوض يلا. شيل السين حط لي مكانها 2 يبقى 2 أس 2 زائد أ. شيل السين حط لي مكانها 2 ناقص 2. طيب يا مستر هتساوي معاك 4. ايه تساوي 4 دي جيبها منين؟ ما احنا كنا قايلين دالة الاتنين بتساوي 4، يعني لما تعوض عن السين ب2 هتطلع معاك الإجابة 4. 2 أس 2 ب4 زائد 2 أ في 2 ب2 أ ناقص 2. طب 4 ناقص 2 فيها الاتنين يبقى 2 زائد 2 أ بتساوي ال4 وادي لي الاتنين بعكس الإشارة تبقى -2 يبقى 2 أ بتساوي 4 ناقص 2 2. اقسم على الاتنين يبقى الألف بتساوي 1. وما دام قال لك الدالة متصلة يبقى أنا قايل لك إيه؟ تاخد الجزء اللي فوق تساوي لي بالجزء اللي تحت. طب الجزء اللي فوق طلعت فيه الألف ب1 وهي كده الدالة أصلا بتساوي 4. فأنا أروح أعمل إيه؟ شيل الألف اكتب مكانها 1 يبقى 5 في مكان الألف 1 زائد الب معرفهاش إنما السين ب2 لأنه قال لي س بتساوي 2 يبقى 2 ب بتساوي 4 لأن قايل لي دالة الاتنين بتساوي 4. دالة الاتنين بتساوي إيه؟ 4. يبقى زي ما سويتها فوق بال4 بسويها تحت برضه بال4. 5 في 1 ب5 زائد 2 ب بتساوي 4 يبقى 2 ب بتساوي ودي ال5 بعكس الإشارة تروح هنا تبقى -5 يبقى -5 و4 -1 يبقى الب بتساوي اقسم -1 على الاتنين يبقى الب بسالب نص. خش لي على الجزء اللي بعده. بيقول لك المثلث أ ب ج في قياس زاوية أ بتساوي 60 درجة وقياس زاوية ب 45 درجة، فإذا كان أ شرطة زائد ب شرط. هنا يا مستر كان عندي قانون بيقول إيه؟ افتكر معايا القانون ده كويس جدا عشان نحل بيه مجموعة مسائل لازم أصلا تكون فاهمها، لأن مفيش امتحان ما بيجيش فيه مسألتين 3 من النوع ده. طيب يا مستر لازم يجي لك كم مسألة من النوع ده؟ كنت بقول لك أ شرطة على ج أ بتساوي ب شرطة على ج ب بتساوي ج شرطة
على ج ج بتساوي ايه؟ ممكن تقول له أ شرطة زائد ب شرطة على ج أ زائد ج ب، أو أ شرطة زائد ج شرطة على ج أ في ج ج، أو ممكن تقول له أ شرطة زائد ب شرطة على ج أ زائد ج ب. يعني لو خدت لي الألف شرطة زائد الب شرطة تاخد ج أ زائد ج ب. طيب يا مستر يلا بينا نروح نكمل. حطينا القانون بتاعنا، روح عوض بقى. هو عايز ايه هنا؟ اوجد قيمة كل من أ شرطة وب شرطة. أ شرطة أنا معرفهاش، الألف عندي ب60 يبقى جا 60 بتساوي، سويها لي بقى بالجزء المعلوم عندك. ايه الجزء المعلوم عندك؟ أ شرطة زائد ب شرطة بجذر 6 زائد 2 على ج، مش واخد أنا أ شرطة زائد ب شرطة؟ طيب يا مستر، طب ثانية كده قبل ما نعوض عشان الناس برضو ما تتوهش مننا. أهي أ شرطة زائد ب شرطة على ج أ زائد ج ب. هنا يا مستر روح عوض بقى. الألف شرطة هو مش مديها لك، على الجا ألف شرطة على جا ألف. طيب يا مستر الألف بكام؟ ب60 يبقى جا 60 بتساوي أ شرطة زائد ب شرطة مديها لك هنا في المسألة بجذر 6 زائد 2 على جا أ زائد جا ب. الجا أ الألف ب60، طب الب ب45 زائد جا 45. مؤسق اللذيذ بقى، يبقى أ شرطة بيساوي جا 60 في جذر 6 زائد 2 على جا 60 زائد جا 45. دي بقت لعبة آلة بقى، تروح تكتبها لي كده على الآلة هتروح تطلع معاك جذر 6. جذر إيه؟ 6. طيب يا مستر جبنا كده الجزء بتاع أ شرط. طب أنا من دقيقة كنت بقول لك في المسألة أ شرطة زائد ب شرطة بتساوي، كانت بتساوي معانا إيه؟ جذر 6 زائد 2. جذر 6 زائد إيه؟ 2. طب إذا كانت الألف شرطة بجذر 6 يبقى الب واخدة الاتنين، يبقى الب شرطة هنا بتساوي 2. هنا نفس الفكرة بتاعت المسألة، بس هنا بيقول لك يا مستر أ شرطة ب3 ب شرطة ب5 ج شرطة ب7، اوجد قياس زاوية ج. ده القانون الثاني يا مستر، هحله بالجتا، احله بقانون الايه؟ الجتا. هي عايز زاوية ج، هات لي جتا ج. قانون الجتا بيقول لك ايه؟ مش هي ج؟ عايز جتا ج تكتب له كده أ شرطة تربيع زائد ب شرطة تربيع ناقص ج شرطة تربيع على 2 أ شرطة ب شرطة، وروح عوض في القانون عندك. الألف شرطة مديها لك بكام هنا؟ ب3، يبقى 3 أس 2 زائد الب شرطة 5 أس 2 زائد الجيم شرطة ب7 7 أس 2 معذرة دي ناقص على 2 أ شرطة ب3 في ب شرطة ب5. بقت مسألة فكرة آلة حاسبة. روح الآلة على الآلة حاسبة كده يطلع معاك سالب نص. سالب إيه؟ نص. يبقى جتا ج بتساوي سالب نص. بجيبها إزاي على الآلة دي يا مستر؟ أجيب ج إزاي؟ ج بتساوي إيه؟ تكتب كده على الآلة الشيفت كوزاين سالب نص. سالب إيه؟ نص. هتطلع معاك ب120، يبقى زاوية ج ب120 درجة. المسألة اللي بعدها هنا عايز ايه يا مستر؟ عايز ج شرطة. عايز ج ايه؟ شرطة. عندك قانون بيقول الجيم شرطة تربيع، قانون مكتوب عندك اهو، ج شرطة تربيع بتساوي أ شرطة تربيع زائد ب شرطة تربيع ناقص 2 أ شرطة ب شرطة جتا ج. حطيت قانونك، روح عوض يلا. أ شرطة أ شرطة تربيع اللي هي 7 أس 2، أ شرطة ب7، ب شرطة ب9 يبقى 9 أس 2 ناقص 2 أ شرطة ب شرطة 2 في 7 في 9 جتا ج. طب هي زاوية ج بكام؟ ب96 درجة و32 دقيقة. جتا 23 96 درجة و23 دقيقة. تروح تكتب لي المقدار ده على الآلة الحاسبة يطلع لك ج شرطة تربيع. ج شرطة ايه؟ تربيع ب144. يبقى هتضطر هنا تاخد الجذر. جذر ال 144 12. اوعى حد يروح يقول لي موجب او سالب 12. ليه؟ لأن ج شرطة ده طول ضلع ومفيش طول ضلع بالسالب.
طيب تعال نخش على المسألة اللي بعدها. هنا مستر نفس فكرة الحل، بيقول لك حل المثلث. يعني حل المثلث، مش المثلث عندك لام ميم نون؟ يعني هات لي كل زواياه وكل أضلاعه. فأنت تروح على طول تحل بالقانون ده اللي هو لام شرطة على جا لام بتساوي ميم شرطة على جا ميم بتساوي نون شرطة على جا نون. طيب يا مستر، لازم يكون عندك ضلع زاوية والضلع المقابل ليها عشان تعرف تكمل بقية المسألة. بس قبل ما تبدأ مديك زاويتين ناقص الزاوية التالتة، تيجي ازاي؟ فاكر في أي مثلث عندك لما يكون مديك زاويتين بتجيب وعايز الزاوية التالتة بتقول 180 ناقص الزاويتين. فهو هنا مدينا النون واللام، فاضل لي زاوية مين؟ زاوية مين بتساوي ايه؟ تقول له 180 ناقص وتفتح قوس وتحط الزاويتين اللي عندك 33 33 درجة 33 درجة و16 دقيقة زائد الزاوية التانية 44 درجة 19 44 درجة و19 دقيقة. طيب تشوفها بقى تطلع معاك بكام يا مستر؟ هتطلع معايا ب102 درجة و25 ثانية، هتساوي 102 درجة و25 دقيقة و25 دقيقة. كده بقى عندي الثلاث زوايا. يبقى عندي كده يا مستر لام شرط مش مديهاني هنا، هو مديني ميم شرط، ميم شرطة مديهاني ب17 ونون شرطة مش مديهاني، كده دول اللي ناقصين. أنا جبت عندي هنا مستر زاوية لام ب33 درجة و16 دقيقة، زاوية ميم زاوية ميم اللي أنا لسه مطلعها هنا ده جاء الميم بكام؟ ب102 درجة و25 دقيقة على جاء نون نون. النون هنا مديها لي بكام؟ 44 درجة و19 دقيقة 44 درجة و19 دقيقة. وروح اعمل بقى مقصاتك، مش عندك هنا نسبة كاملة؟ فتروح تعمل هنا مقص معاها. هنا عايز لام شرطة، اعمل مقص كده، تضرب بقى الاتنين دول في بعض على جا 102 درجة و25 دقيقة، يبقى لام شرطة بتساوي 17 في جا 33 درجة و16 دقيقة على اللام شرطة في وشها هنا جا 102 درجة و25 دقيقة. تروح بقى تحسبها بالآلة الحاسبة، تكتبها كده على آلتك، شوف هتطلع معاك كام. هتطلع معاك اللام شرطة ب9.5 تقريبا. طيب يا مستر، طب بالنسبة للنون شرطة نفس الفكرة بقى، واعمل مقصك. عايز النون شرطة وصلها بدي، يلا يبقى اضرب لي الاتنين دول في بعض. 17 في جا 44 درجة و19 دقيقة على جا 102 درجة و25 دقيقة هتساوي، برضو هتروح تكتبها على آلتك الحاسبة وتروح بقى تشوفها هتطلع معاك بكام. طلعت معانا ب12.2. هنا بيقول لك بين عدد حلول المثلث. ايه عدد حلول المثلث ده؟ اول ما يروح يقول لك بين لي نوع عدد حلول المثلث، بتروح تجيب له، هو انا مديك زاويه الف صح؟ يبقى اقول له الف شرطه على جا الف بتساوي، ومديك الب شرطه ب شرطه على جا ب. عوض فيهم كده، الالف شرطه عندك ب4 على جا الف ب112 بتساوي الب شرطه ب7 على جا ب مش مديها لك. بتروح انت تجيب له الجا ب دي بكام؟ كلام جميل يا مستر. الجا ب بتساوي، كنا شارحين الافكار بتاعت عدد حلول المثلث دي في الجزء الثاني في اخره، هتلاقي شويه اسئله اخطر محطوط فيهم جميع الافكار بتاعت عدد حلول المثلث.
يلا بينا نروح نكمل. لو في حد برضه عايز يرجع لهم، وفي الجزء الثاني مكتوب عندك القوانين بتاعتها بتتحل ازاي. فانت بتروح تجيب جا ب. جا ب بتساوي 7 في 112 في جا 112. هو تقريبا كده القلم اللي تعب مش انا، عمال بيخرف، هو بيكتب الوان لوحده. 7 في جا 112 على الأربعة هتساوي، روح انت احسبها بآلتك كده يطلع معاك ب1.6. خلي بالك احنا كنا قايلين لو طلعت أكبر من الواحد يبقى لا يوجد حل، لا يوجد ايه حل. طيب يا مستر، اللعبة بقى في ايه؟ لو طلعت بتساوي 1 أو أقل من الواحد. كنا شرحنا بالتفصيل في الجزء الثاني، يبقى ارجع له. طيب بالنسبة للمسألة الأخيرة هي نفس الفكرة بقى، هتروح تكتب له كده. بيقول لك لا دي الفكرة الأولانية. ألف ب ج حادث زواج. ألف شرطة ب21 سم، ب شرطة ب25 سم، وطول قطر الدائرة المرة برؤوسه بيساوي 28 ايه سم. خلي بالك القانون اللي أنا كنت كاتبه لك بيقول لك إيه؟ أنت لو عندك، عشان ندخله بقى في حتة الدايرة معانا، لو عندك دايرة كده ماشي، ورسمت عليها مثلث، رسمت عليها ايه؟ مثلث. دي ألف ب ج، يبقى ألف شرطة على جا ألف بتساوي ب شرطة على جا ب بتساوي ج شرطة على جا ج بتساوي 2 نق، بتساوي 2 ايه نق. وخلي بالك ممكن في مسألة يجي يقول لك المحيط بتساوي الايه؟ المحيط على ايه؟ كل ده بيساوي المحيط على ايه؟ هو مش المحيط ده اللي هو مجموع اطوال اضلاع المثلث؟ يعني الف شرطه زائد ب شرطه زائد ج شرطه، فانت هتقول له جا الف زائد جا ب زائد جا ج، عشان انت لو احتجت المحيط في الحل، يعني لو مديك المحيط. طيب تعالى نرجع لمسألتنا. دي بتساوي 2 نق، 2 نق ده كده النق اهو، ده كده النق، تمام كده، يبقى كل ده بتساوي 2 نق. طيب هنا في المسألة يا مستر بيقول لك ألف شرطة ب21، شيلها لي اكتب مكانها 21 على جا ألف، الألف ما انتش عارف، زاوية ألف ما انتش عارفها بكام، بتساوي الب شرطة ب25 على جا ب انت مش عارفها بكام. طيب يا مستر بتساوي ج شرطة، والله ما عندناش عندها أي معلومات خالص، على جا ج برضو الجيم ما عندناش عندها أي معلومات، بتساوي 2 نق. النق بكام هنا يا مستر؟ طول قطر الدائرة المرة برؤوسه بيساوي 28، طول القطر كله، ما هو القطر كله اللي هو 2 نق. يبقى اكتبها ب 28 عشان ما حدش يروح يتلخبط ويكتبها لي 2 في 28، ما دام مديكوا القطر كله اكتبه، لأن القطر بيساوي 2 نق. طيب يا مستر 28 دي اللي تعتبر 28 على 1، فأنا لو عايز أجيب جا ألف يبقى 21 على جا ألف بتساوي طبعا ال 28. 28 دي اعتبرها على 1 واعمل مقص يلا، يبقى جا ألف بتساوي 21 في 1 اللي هي ب21 على ال 28، وتروح كاتب على الآلة كده شيفت ساين 21 على 28، تقوم هتشوفها بقى تطلع معاك بإيه؟ بكام؟ تطلع معاك الألف طلعت ب48 درجة و14 سنة. طيب هي هتلاقيها مثلا ممكن تطلع معاك على الآلة كده 48 وعلامة عشرية وكاتب لك أرقام مثلا كده، وليكن 1 و3 و9 و2 و5 مثلا، فأنت بتروح تتك يساوي والزرار عندك اللي هو فيه الكومات، تمام؟ هتقوم هي مطلعها لك بالدرجة والدقيقة كده. طيب يا مستر جا ب هروح اجيبها بنفس الطريقه، فاضل لك كده زاويه ج، هجيب جا ب بنفس الطريقه اللي جبنا بيها جا ا، تطلع زاويه ب، فاضل لك زاويه ج، كده بقى عندك زاويتين ناقص الثالثه، يبقى اطرح من 180، 180 ناقص حط الزاويتين عندك يطلع لك في الاخر زاويه ج. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خلصنا كده
الجزء بتاع الاسئله المقالي. طيب يا مستر، انت كده بعد ما خلصت مراجعتك دي، لو كنت حضرت الجزء الاول والجزء الثاني والجزء الثالث مهمين جدا علشان لما تخش الامتحان ان شاء الله تخش تقفل وانت مطمن. بس تذاكر المراجعه دي، ابعت لي على الرقم على الواتس 0 10 62 91 053 8. ابعت لي على الواتس على الرقم ده، هبعت لك الملزمه مجانيه. وعلى نفس الرقم لو عندك استفسار على اي حاجه او في اي حاجه ما كانتش واضحه في الشرح ابعتها لي، هبعتها لك تاني، ما عنديش اي مشاكل. في اي حاجه مساله واقفه معاك مش عارف تحلها ابعت لي والحل هبعته لك برضو على طول. عايز تحجز اونلاين على نفس الرقم برضو. بس اهم حاجه تاخد المراجعه دي وتمسك كل الاسئله اللي احنا حلناها مع بعض في الثلاث اجزاء تحلهم تاني لوحدك، وبعدين تبص في حل المستر. طلع الحل مطابق لحل المستر يبقى انت كده تمام، خش الامتحان وقلبك حديد. طب طلع الحل معاك في عندك حاجه مشكله، ارجع راجع الفيديو تاني وذاكره تاني وحل المساله دي مره واثنين وثلاثه عشان لو جات لك الفكره دي في الامتحان تقدر تحلها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنساش لو انت استفدت تعمل لنا مشاركه عشان زمايلك يستفادوا، واعمل لايك وكومنت لو انت عندك اي تعليق على اي حاجه، في حاجه ما كانتش واضحه، حاجه محتاج انت تستفسر عنها. وتعمل اشتراك للقناه عشان يوصلك مننا كل جديد، وتقدر باذن الله تستفاد في الترم الجاي وفي سنه ثالثه ان شاء الله مع بعض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.